تخيل تلاقي نفسك في مواجهة مرعبة مع السيد الشياطين وجايب اخرك، وفجأة يظهر بطل القصة وبدل ما يطلع سيف ملعون او يفعل تعويذة اسطورية يمسح الدائرة السحرية بشرشوبة ويهزم الشيطان بلقمة عيش. ايوه زي ما بقول لك كده. في قصة النهاردة هنشوف كيرت، الراجل اللي فاكر نفسه غلبان واعلانياته واخر طموحه يعمل شوية حواوشي وعلف للحيوانات، وهو في الحقيقة القوة المرعبة اللي بتهز الشياطين وبتنقذ اميرات وممالك من ورا الكواليس ومن غير حتى ما يقصد. ميكس مجنون من المؤامرات والتنانين اللي بتتحول لحيوانات أليفة، وبنت غامضة بتخرج من بيضة فجأة والسيد شياطين هيرجع يتنفخ تاني. الفيديو ده مليان مفاجآت مش هتخليك تقدر تقفل الفيديو لثانية واحدة. وعلشان ما تفوتش المتعة دي وتعرف السر الخطير ورا مواهب كيرت المستخبية اللي صدمت الكل، انزل حالا اعمل لايك جامد للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك جحيم الحماس بتاعنا أول بأول. جهز مشروبك الرايق ويلا بينا ندخل في الغريق. الحكاية بتبدأ لما بنشوف أهل القرية مستخبين في بيوتهم عشان في وحش من تصنيف اس الراعب قريتهم، وبنعرف انهم صرفوا كل فلوسهم عشان يأجروا فرقة اسمها النابي التنين. وبنشوف ولد اسمه كيرت ملوش اي موهبة في القتال، وعشان كده دوره الوحيد في الفرقة هو انه يعمل لهم الاشغال والخدمة، وبيبقى مستنيهم يهزموا الوحش، لكن فجأة الوحش بيظهر وراه وبيطيره بعيد. فبتقوم باندانا القناصة بتاعتهم مستخدمة الحبل بتاعها علشان تكتفه، لكنه بيخبطها في الحيطة، فبيساعدها المعالج بتاعهم ماروس علشان تخف وتقوم بسرعة تلف حبلها حوالين الوحش في نفس الوقت اللي بيستخدم فيه قائدهم جلوفا السيف والمشتعل عشان يقضي عليه. وعشان كده اهل القريه بيحتفلوا وكل بيبدا يتعرف على نابي التنين كفرقه الابطال. وبعدها بنشوف جالفا بياكل مع الفرقه، بس بيبدا يشتكي من الاكل اللي اهل القريه اداهولهم، وبيأمر كيرت يطبخ لهم، لكن باندانا بتقول ان ده اخر يوم ليه، وجالفا بيكشف انهم قرروا يطردوا لانه ملوش لازمه في المعارك. هو بيشرح ماروس ان الفرقه لازم يكون فيها 4 اعضاء بس، وشايف ان الطريقه الوحيده علشان يبقوا اقوى هي انهم يستبدلوه بساحر، وعلشان كده قرروا يطردوه. فبيترجاهم يسيبوه يقعد معاهم، لكن جالوفا بيقول عليه ملوش لازمه وبيطرده بعيد. وبيبدا كيرت يسافر لوحده، لكن سرعان ما بيكتشف ان فلوسه بتخلص، فبيتوجه لمحطه عمله. هناك بيقابل موظفه اسمها كيرسل وبيقول لها انه بيدور على شغل، فبتعمل معاه مقابله وبيحكي لها انه الشيرد من فرقه الابطال، لكنها بتقول له ما يلاش لان خبرته ممكن تساعده يلاقي شغلانه مناسبه، وبتنوه ان جوات اختبار الكفاءه، وبتشرح ان الكفاءات دي مواهب وهبها ربنا، وشايفه ان الاختبار ممكن يساعدهم يكتشفوا مهاراته المستخبيه، فعشان كده بيبقى متحمس. بس لما النتائج بتظهر بتقول انه اخذ اقل تصنيف في كل المهارات اللي ليها علاقه بالقتال، وبتنوه انه هيتعب عقبال ما يلاقي الشغل بسبب نتائج اختباره، لكن بتشرح انهم لسه ما امتحنوش كفاءته في المهارات غير القتاليه عشان الفن بتاعهم مش موجود. فبيقول لها ان يا دوبك معاه فلوس تكفيه عيش، فبتقول له يجرب يرفع شوار رمل، وهو بيمسكه بيكتشف انه بيمتص المنى بتاعته وبيتعافر علشان يرفعه، لكنها بتقول له انه قوي كفايه عشان يشتغل في اعمال البناء، وبتساله لو حابب يساعد في تصليح اسوار بلده حدوديه، وهو بيوافق على الشغلانه، فبتجهز له جواب توصيه. والمقاول بيقراه وبيشوف ان كيرت مش مناسب للشغلانه، بس بيكتشف انه ما قدرش يتشرط لانه محتاج عمال اكتر، وهو بيأمره يرمم الاسوار، وبيوعده يرجع بعد 3 ساعات، وبيقول له انه مش هيعتمد على ادائه. وبعد 3 ساعات المقاول بيرجع، بس بيتخض لما بيشوف الاسوار لان كيرت خلاص صلح جزء كبير جدا منه، لكن كيرت بيفكر انه عك الدنيا، فبيعتذر على اللخبطه دي وبيقول للمقاول ان الاسمنت خلص منه. فالمقاول بيستغرب هو ازاي اشتغل في الجزء الفوقاني من غير سقالات او سلالم، فكيرت بيوريه ازاي عمل كده. فالمقاول بيشوف ان الموضوع مش منطقي، بس بيكتشف ان كيرت مش بيكذب، هو بيدوا له كيس عملات وبيقول له ان ده اللي يقدر يدفعه له دلوقتي، بس بيقعدوا يحاول باقي مرتبه عن طريق محطه العمل. فكيرت بيشوف ان ده اكتر مما يستحق، هو بيبقى متحمس يشتغل تاني يوم. وبعد يومين العمال ما بيبقوش مصدقين ان الاسوار الغربيه والشماليه خلاص انتهت، بس المقاول بيقول لكيرت انه مش محتاج يرجع تاني لانه بيشتغل سريع زياده عن اللزوم، وهو بيقول ان العمال هيخسر شغلهم لو خلص كل حاجه بنفسه. والمقاول بيفكر ان كفاءته في البناء اكيد من تصنيف تريبل اس، فبينصحه يروح العاصمه ويلاقي شغلانه احسن، وهو بيديله باقي حسابه وبيوداه، لكن كيرت بيفكر ان المقاول مش بيحبه، وهو بيرجع كيرت لمحطه العمل وبيقول لكيرسل انه اضطرت تاني، لكنهم بيشوفوا بنت اسمها اوليسيا بتتخانق مع موظف تاني مش راضي يخليها تنشر شغلانه. فكيرسل بتسالهم ايه اللي بيحصل، فالموظف بيشرح ان اوليسيا بتدور على عامل مناجم بس عايزه تدفع له بس لو عملتهم نجحت. فكيرسل بتقول لها انها المفروض توظف مستثمرين عشان يطوروا المنجم، لكنها بتشرح ان الجبل هيتحجز عليه لو ما دفعتش الضرايب خلال الاسبوع ده. فكيرت بيتطوع يشتغل معاه وبيقول لها انه كان متعود يساعد في الحفر في المناجم، لكن كيرسل بتقول ان مفيش ضمان انه هيقبض. واوليسيا بتنوه انها عايزه تاجر قزم مكانه لانها شايفاه مجرد عيل صغير، لكن كيرسل بتقول انها تحتاج 10 فضه علشان تعمل كده، وهي بتكتشف انها معهاش تمن ده، فعشان كده بتقرر تمشي حالها مع كيرت. وهم ماشيين كيرسل بتنوه ان كيرت شخصيته ممتازه، وبتفكر انه هيبقى له شعبيه مع الستات بسبب شكله الحليوه. والموظف بيقول لها انهم لسه مستلمين تحويل بنك علشانه، وبتكتشف انه مرتبه من شغل البناء، بس ما بتكونش مصدقه انه بيساوي 200 ذهبه، وبتتكعبل في شوال الرمل وبتستغرب هو بيعمل ايه هنا. فزميلها بيقول لهم انه رجعوه، وبتشرح انه بيقيس المنى وبيتقل على حسب سعه المنى بتاعه الشخص، بس مش بيتفاعل مع الناس الطبيعيين. فكيرسل بتكتشف انه مش تقيل للدرجه دي، وبتفتكر ازاي
كيرت تعافر علشان يرفعه، فبتكتشف ان عنده موهبه مستخبيه. وكيرت بيمشي ورا اوليسيا لمعسكرها، لكن بيكتشف ان مفيش غير خيمه واحده وهي بتقول له انها كبيره كفايه ليهم هما الاثنين، فبينوه انهم ما ينفعش يشاركوا الخيمه بما انها بنت قمر كده. فبتتبهدل وتتكسف لما بتسمع ده، وبتساله لو بيتكلم جد، فبيشرح لها انه سافر العالم وعمره ما قابل حد في جمالها، بس هي مش بتصدقه. وهو بتقول له ان جه وقت الاكل هو بيفرح انها طبخت له، بيقول لها ان بقاله كتير ما فيش حد عمل له وجبه. وبعدها بيناموا في الخيمه، لكن كيرت بيكتشف ان اوليسيا مش لابس هدومها، فبيتخض وبيقرر يمشي. وبنعرف انها كانت مجرد بتختبره بس علشان كانت عايز تعرف لو كان هينفع يثق فيه، وبتكتشف انه شخص طيب. وتاني يوم اوليسيا بتشوف كيرت نايم بره، وبتكتشف ان فستانها اتصلح، فبيكشف لها انه صلحه لها وهي ما بتكونش مصدقه انه قدر يعمل كده في ليله واحده، لكن بتقول له انهم محتاجين يكسبوا 10 ذهب قبل نهايه الاسبوع. وبتكشف انها مش عارفه تبدا حفر منين، فبيقول لها تمشي وراه. وبيشوف صخره وبيكسرها، فبيكتشف انها بتحتوي على كريستال يساوي 3 ذهب، وبيكمل تدوير في المنطقه. وبعد شويه وقت بيوريها الجواهر اللي جمعها، وهي بتشوف ان جه وقت يبيعهم، لكن بيقول لهم انهم المفروض يحولهم لكريستالات سحريه الاول. فبتنوه ان فيها اقل من 10 حرفيين سحر في المملكه، لكنه بيصنع كريستاله في ساعتها. وبتتفاجئ انه قادر يعمل كده في لحظه، لان الموضوع عاده بياخد ساعه علشان المهمه تخلص، فعشان كده بيفكر ان الحرف السحري اكيد ده حاجه مذهله بما انه ما عندوش مانع كفايه يشتغل على كريستال الساعه كامله. وفي وقت متاخر من اليوم ده كيرت بيقرر يقعد في المعسكر، واوليسيا بيتوعد وترجع بعد ما تبيع الكريستالات. وفي حارس بيسالها لو معاها الاوراق المطلوبه للكريستالات، لانه فاكر انها جابتهم من بلد ثانيه، لكنها بتكشف انهم انتاج محلي. فبيسالها من عملهم لها، لكنها بتوري الشعار الملكي، وبيكتشف انها بتشتغل لحساب الملك، فعشان كده بيعتذر على قله ذوقه. وبتستخدم حجر الانتقال الآني علشان تتوجه للعاصمه الملكيه. وبنعرف انها ما بقتش بتشتغل للملك خلاص، بس عارفه ان الحارس مش هيصدقها لو قالت له الحقيقه. واوليسيا بتزور بنت اسمها ميميكو وتطلب انها تشتري كريستالاتها، فميميكو بتفحص واحده منهم وبتكتشف انها تساوي 10 ذهب، لان فيها 10 اضعاف كميه المانا المعتاده. واوليسيا ما بتكونش مصدقها هي غاليه ازاي، وبتنوه ان معاها 50 واحده منهم. فميميكو بتشتريهم ب 500 ذهب، بس بتطلب من اوليسيا ما تبيعهمش في اي حته ثانيه، لان ده ممكن يسبب فوضى في المملكه. وبتكون عايزه تعرف مين اللي عملهم، بس اوليسيا بترفض تقول لها على كيرت. فبتحاول تستخدم سلطتها كساحره البلاط الملكي، لكن اوليسيا بتفكرها ان ما بقتش بتشتغل للعيله الملكيه خلاص، فعشان كده ميميكو ملهاش حق تأمرها. فبتقرر تستسلم، بس بتقول لي اوليسيا ما تخليش كريستالاتها توصل لأمة ثانيه، وبتعرض تخلي الشخص اللي عملهم يرلي شرفي. وبعدها اوليسيا بتزور كيرسل وتسالها عن كيرت، لكنها بتكتشف انها محتاجه تحمي سريه عملائها. فاوليسيا بتوريها شعار الملكه، فعلشان كده كيرسل بتدي سجلاته، وما بتكونش مصدقه انه دفع له 200 ذهب علشان شغل البناء بتاعه. وكيرسل بتكشف انه طرد لانه بيشتغل سريع زياده عن اللزوم. واوليسيا بتقول لها تودع 499 ذهب في حسابه، وبتقول لها ما تمسكش سر لاي حد عنده. واوليسيا بترجع لمعسكرها، بس بتشوف كوخ وكيرت بيرحب برجها وبيقول لها انه بناه وهي مش موجوده. فبتتفاجئ انه يقدر يبني بيت في ليله واحده، لكنه بيفكر ان ده مش حاجه مميزه، لان كل الناس في مسقط راسه كانوا متعودين يعملوا كده. وفي نفس الوقت بنشوف جالفانو بيتعافر ضد وحش، ومستغرب هو ليه مش عارف يستخدم نينرانو، وبيأمر مارلوس تعالجه، لكنها بتشرح انها بالفعل بتستخدم تعويذاتها وانها اضعف بكتير من المعتاد. وهو بيأمر الساحر بتاعهم يستخدم سحر النار، لكنه بيكشف انه مش قادر. فبيبداوا يتخانقوا، وبندانا بتفتكر ان فرقتهم ضاعت خلاص. واوليسيا بتقول لكيرت على عرض ميميكو، لكنه بيشرح انه مش مهتم لانه مش عايز يشتغل في دور يخليه فوق الاخرين. وبيقول لاوليسيا انه عايز يكمل شغل معاها، وبيسالها لو قدرت تدفع ضرائبها بالفلوس اللي كسبتها من بيع الكريستالات، لكنها بتشرح انها اخذت ذهبه واحده بس كعموله، وهو ضاعت الباقي في حسابه لانها شايفه انه يستحقه. وبتطلب منه يكمل حفره، وهو بيوعدها يعمل كل جهده، لكنها بتستغرب لو كان عارف ينام الليله اللي فاتت. فبيكشف انه نام ل6 ساعات، فبتفتكر ان ده مستحيل لانه اكيد قعد ساعات يخلص بتهم الليله اللي فاتت، وبتبدا تحسبها، لكنه بيفكر انه نام كتير بما انه كان بينام ال4 ساعات بس لما كان مع فرقه الابطال، وعشان كده بيوعد يعوض الساعات الزياده اللي ارتاحها. هو بيلاقي مكان حفر كويس، وبيقول لها انها هتلاقي مستودع خام هناك، لكن بيقول لها انه هيحفر في مكان تاني. فبتبقى طايره من الفرحه انها لقت توباز، وبتفكر تطلب من كيرت يحوله لكريستاله سحريه، بس مش عايزه تستغله ببلاش. وبتقرر تطمن عليه، وبتكتشف انه عمل نفق حفر ضخم مليان بالطحالب المضيئه. وفجاه بينادي عليها وبيقول لها انه ما لقاش حاجه غير صخور مالوش لازمه، وبيحطهم في صندوق، لكنها بتنوه ان شكلهم غالي، وهو بيقول لها ان اسمهم ميسيل. وبيكشف ان كل الناس فكرتهم بيرموهم لانهم مش قيمتهم كبيره، لكنها عارفه انهم اقوى واغلى من الذهب والبلاتين بما انهم نادرين جدا. وبتساله ايه نوع الخام اللي بيدور عليه، فبيكشف ان الاوريكالكوم، وهي بتتعرف عليه كمعدن الالهه. وبتفتكر انه مستحيل تلاقيه في الجبل، لكنه بيشرح انه موجود في كل حته. وبيقول لها انه عاده بيدفن على عمق 7 كيلومترات تحت الارض. فبتكتشف انه قدر يحفر كل البعد ده في 8 ساعات بس. وبيكشف انه حتى ردم البئر لانه افتكر انه خطير يسيبه مفتوح. فبتفتكر انه مش طبيعي، بس بتشوف نور في اخر النفق، فبتكتشف انه حفر في الجبل كله وطلعه الناحيه الثانيه. وبعد الحفر اليومين بيرجعوا للمدينه، وبنعرف ان النفق ربط مدينتهم ببلده اللورد تيهون. واوليسيا بتسمح للتجار المسافرين يمروا منه مقابل رسوم صيانه، وبتستخدم الربح عشان تغطي ضرائبها. وخلال التمشيه في المدينه كيرت بيقابل بندانا، فبيسالها لو هي مع جالفانو، لكنها بتكشف انها خلاص سابت الفرقه. وبنعرف انه عمل نمره في مطعم لانه ما كانش راضي عن الاكل ورفض يدفع ثمنه، فعشان كده بلغ
بتبلغوا عنه السلطات. وبندانا بتساله عن تجربه اكله وبتكشف انها هي اللي عملت له الحجز، لكن بيقول لها ان الاكل ما يسواش حاجه جنب طبخ كيرت، وبتقول له انهم خلاص اكلوا كل الاكل اللي سابوه لهم. فجوليفا بيقول لها ترجعه وهي بتوعده تعمل كده، لكنها بتاخد كريستالات الانتقال الاني بتاعته وبتطير تجري، وبتشوف عساكر بيدوروا عليه فبتفتكر انه هيتقبض عليه. وبنعرف ان مارفوس تم استدعائه بعيد من جيت الكنيسه، فعلشان كده بتؤمن ان فرقتهم انتهت خلاص. وبالرجوع للحاضر بنعرف ان بندانا ناوي تخلي كل حاجه سر وتقول لكل انها اطردت لانها مش عايزه كيرت يتورط. وبتقول انها تعرف معلم اتيليه محتاج مساعده في ورشته، وبتفتكر انه يقدر يساعدها لكنه مش واثق في قدراته، فبتقول له يصدق في نفسه وبتدي له خريطه فبيمشي عشان يدور على الورشه. وبنعرف ان الورشه المعروفه باسم اتيليه بتنتج عناصر سحريه للعامه، ورئيسهم بيتقال عليه معلم الاتيليه، وهو بيبقى ممنوع حقوق خاصه لتطوير وتوزيع منتجاتهم. وكيرت بيلاقي الورشه وبيخبط على الباب، فالمساعده اللي اسمها ميشيل بترحب بيه، وهو بيقول لها ان بندانا بعتته هناك وهي بتفرح انه موجود علشان يساعدهم، وبتقول له يدخل جوه، لكنه بيكتشف ان ريحتها غريبه، وهي بتكشف انها ما نظفتش المطبخ من 3 اسابيع. والسيدها بينادي عليها فبتسيبه في المطبخ وهو بيبدا يشتغل، وهو بيخلص نضيف كل حاجه في 30 دقيقه، وبيبدا يدور على ميشيل لكنه بيدخل اوضه بنت، وهو بيكتشف انها مش لابسه هدومها فبيتكسف، وبيقول لها انه لسه بدا الشغل هناك، فبتقول له انه يقدر يلاقي المعلم في البدروم، لكنه بيشوف علامه على جسمها وبيكتشف انها ملعونه، وبيفحصها وبينوه ان اللعنه اكلت فيها فما بقتش تحس بالوجع خلاص، وبيفتكر انها ما اكلتش كويس لان اعضائها متضرره، لكن بيسمع بطنها بتكركب، فعشان كده بيكتشف ان لسه عندها شهيه وبيقرر يطبخ لها اكل. وفي نفس الوقت اوليسيا بتبيع الميسيل والاوريكالكوم اللي كيرت حفروا ليها، وميميكو بتقول لها انهم يساووا 50,000 ذهب، وما بتكونش مصدقه انهم موجودين في العالم ده. واوليسيا بتستغرب ايه اللي هيحصل لو الكل عرف بمهاراته، فميميكو بتقول لها انهم ممكن يحاولوا يقتلوه، وبتستغرب ازاي قدر يخبي مواهبه كل الوقت ده. واوليسيا عايزاه يبقى معلم اتيليه لان ده هيأيد تحركاته فمش هيظهر في العلن، وناويه تبقى الحارس الشخصي بتاعه، بس عارفه انه مش دريان هو موهوبه قد ايه، فعلشان كده بتستغرب لو هيقبل شروطها. وبنرجع لكيرت وهو بيشوف ميشيل مع المعلمه اتيليه بيعتذر على استخدام مطبخها من غير اذنه، وبيقول لها انه بيطبخ وجبه للبنت الملعونه، فعشان كده اتيليه بتكتشف انه شافها وتطلب منه ما يجيبش سيره لاي حد عنها، وبتدي له مرتبه وبتقول له انه يومه خلص خلاص، وبتكتشف انها عكت الدنيا لان الغرباء ما كانش المفروض يشوفوا البنت، وبنعرف انها بتشتغل عشان تبطئ لعنتها. بتقدم لها الاكل اللي كيرت عمله لها، وبتكون لسه هتفحصه عشان السم، بس البنت بتمنعها وبتقول لها انها واثقه فيه وبتدوق وبتقول انه لذيذ، بس فجاه بتبدا تحس بشعور غريب، فعشان كده اوليا بتفتكر انه مسموم، بس البنت بتقول لها انها كويسه وبتكشف لها ان الاكل شفاها، وبيتاكدوا ان علامه اللعنه اختفت، وبنشوف الراجل اللي حط اللعنه على البنت وهو مش مصدق ان اتعوزته اتفكت، وبيعرض انه يحط عليها اللعنه انا، بس سيده بيقول له انها لازم تموت في اسرع وقت ممكن. واوليا بتزور محل ميميكو وتقول لها انهم محتاجين يناقشوا حاجه مهمه، وميميكو بتنوه انهم يقدروا يثقوا في اوليسيا، فعشان كده اوليا بتعرفهم بنفسها وبتوريهم البنت، وبيتصدموا اول ما بيشوفوها لانهم بيتعرفوا عليها كالاميره الثالثه لزيت، واوليا بتكشف انها كانت ملعونه، وبتفتكر ان في حد حاول يقتل زيت لانها الابنه الوحيده للملك من اميره من امبراطوريه جورماش اللي تعتبر دوله مجاوره لهم من ناحيه الشرق، وعشان كده هي رمز للسلام بين الدولتين وهتلاقيها يقضي على علاقتهم. وميميكو بتفرح انها كويسه وبتوعدها تساعدها تلاقي الشخص اللي حاول يقتلها، بس بتستغرب ازاي زيت فكت لعنه قويه زي دي، فبتكشف لها ان كيرت هو اللي انقذها، وميميكو واوليسيا ما بيكونوش مصدقين، وميميكو بتطلع لسه بالمشتبه فيهم وبتنوه ان اول واحد هو الجنرال اسمه سينوفا، والثاني هو الاسقف تريستان، والمشتبه في التالت عندها هي ميتيلة الازيت اللي اسمها دورا، واللي زيت بتفتكر انها لعبت في تعاويذ الحمايه ضد اللعنات في القصر الملك علشان الاتيليه يقدر يلعنها، بس اوليسيا واوليا بيفتكروا ان المشتبه فيهم التانيين كانوا يقدروا يعملوا كده برضه لانهم يقدروا يدخلوا القصر هم كمان. اوليا بتشرح ان الزيت لسه مكمله 15 سنه، فعشان كده محتاجه تسيب القصر عشان تتدرب لمده سنه، واوليا بتقترح ينشئوا اتيليه تقدر تقضي فيه تدريبها، وبيبقوا عارفين ان الجاني هيدوروا ورا المعلم بتاعهم، وبيفتكروا انهم لازم يختاروا حد العامه ما يعرفوش عنه حاجه بس يكون مؤهل للمنصب ده. واوليسيا بتوريهم الكريستال اللي كيرت عملها، واوليا ما بتكونش مصدقه انه هو اللي عملها لان جودتها مش من العالم ده، وكيرت بيرجع للورشه بس ميشيل بتقول له انها مقفوله لان اوليا مشيت امبارح، فعشان كده بيكتشف انه مش هيقدر يشتغل هناك، وبيستغرب لو كان ده بسبب انه هك الدنيا تاني، وبيبدا ياكل في مطعم، وهناك بيشوف مجموعه من المغامرين بيتكلموا عن مهمتهم، وبيكتشف انهم مش قادرين يكملوها لان ما عندهمش شيال، فعشان كده بيتطوع يشتغل معاهم وبيقول لهم انه مقاتل زي الزفت بس يقدر يشيل لهم الشنط بتاعتهم، وواحده منهم بتفتكر انه مش هيعيش لها وبقى الشيال بتاعهم، بس اخوها بيضربها وبيعتذر على اسلوبها القليل الذوق، بس بينوه ان الشغلانه مش هتبقى سهله لانهم هيصطادوها عمالقه حديد ووزنهم بيعدي ال 200 كيلو جرام، فبيقول لهم انه يقدر يتعامل مع الموضوع، بينوه انه مستعد يثبت ده بان يشيلهم، وبيشيل قائدهم وهم بيتفاجئوا من قوته، بس المحارب بتاعهم بيفتكر انه مش هيقدر يشيله لانه وزنه بيعدي ال 150 كيلو جرام، بس كيرت بيشيله هو كمان بسهوله، والكل بيشوف انه مذهل، وكيرت بيبدا يشتغل مع الفرقه، والمحارب بيعرفوا بنفسه على ان اسمه كنز، وبيكشف ان سيفه ده منظره بس لانه بيفضل يقاتل بقبضته، وقائدهم بيعرفوا بنفسه على ان اسمه دانزو، وبينوه انه ساموراي في نفس الوقت اللي القناصه بتاعتهم بتقول لكيرتي ناديها سينا، وفرقتهم اسمها ساكورا، وكنز بيكشف ان كان في شيال شغال معاهم بس تعبوا، الدكتور قال انه محتاج يرتاح لمده اسبوع،
اسبوع، وكيرت بيشكرهم انهم وظفوه بس هم بيضحكوا عليه وبيقولوا له انهم معتمدين عليه، وبيبقوا لسه يدخلوا كهف بس فجأة كيرت بيتمسك من كائن هلامي والسينا بتقول له يدمر النواة بتاعته، فبيحاول يطعنه بس ما بيقدرش يخترق جسمه وينتهي بالامر انه يطعن نفسه، فبتقتله له وبتنوه انه اسوأ مقاتل شافته في حياتها، بس الكل بيقول له ما يقلقش لانهم هم اللي هيقتلوا بداله، فعشان كده بيكتشف انهم مش زي فرقة الرابط خالص لانهم مش بيكرهوه علشان ضعيف، وسينا بتفرش تحاليل مضيئة علشان تنور الكهف وبيشوفوا فضلات غول، وبتنوه ان شكلها لسه جديد فبتفتكر ان الغيلان لسه موجودة، بس كنز بيقول لكيرت ما يقلقش لان الغيلان مش ند ليهم، وبيقولوا انهم يقدروا ينسحبوا لو عددهم زاد، وبيوصلوا الممر ضيق وهناك بيشوفوا غول وهو بينادى على حلفائه، فدانزو بيقطعوا في ساعتها بس بيكتشفوا ان في غيلان ملهاش اول من اخر بتقرب من الناحيتين، فعشان كده محتاجين يقتلوا عشان يخرجوا، وكيرت بيلاقي ممر مستخبي وسينا بتقول انهم محتاجين يلاقوا مخرج بس فجأة بتقفل الباب، فبيفكرها ان دانزو وكنز لسه بره، بس كنز بيقول له انه مستحيل يهرب من الغيلان فعشان كده هيكسبوا له وقت عقبال ما يلاقي طريق للخروج، وهو بيبقى عايز يقاتل جنبهم بس سينا بتقول انه مجرد هيعطلهم لانه مش قادر حتى يهزم كائن هلامي، وهو بيكتشف انها هي كمان عايزه تقاتل بس مش عايزه تضحيتهم تروح على الفاضي، وكنز بيقول له يخلي باله منه، وبينوه انه مش ندمان وبيفتكر انه الشرف يموت وهو بيحمي اخته، ودانزو بينوه انه مستعد يموت علشان صحابه، والسينا بتقول لكيرت ما يقلقش لانها واثقه انهم هيعيشوا، وبتفرش تحاليل مضيئة علشان تنور الاوضه بس بتتفاجئ وتتخض لما بتشوف عملاق تنين حديدي سادد طريقهم، وبنروح لاوليسيا وهي بتاخد ليزيت الحانه اللي كيرت قاعد فيها بس بتقول لها تخلي هويتها سر، فعشان كده ليزيت بتقرر تتظاهر انها مجرد بنت طبيعيه، وبيتوجه لاوضته بس بيكتشف انه مش هناك، وبندنا بتقول له هو فين بس بتختفي قبل ما اوليسيا تشوفها، وبتفتكر انه ممكن يكون ده فخ بس عارفه ان الكهف مليان غيلان فعلشان كده بتقول ليزيت تقعد هنا عقبال ما تروح تتاكد، بس ليزيت بتقرر تروح معاها وتقول لها انها عارفه ازاي تحمي نفسها بالسحر، وبتوجهها للكهف وليزيت بتشوف اثار رجلين كيرت فبتمشي وراها بس اثار الرجلين بتختفي بتستخدم سحرها علشان تقوي حواسها، واوليسيا بتفتكر انها تستخدم سمعها القوي علشان تلاقيه بس بتبدا تشم الحيطان وبتلاقيه عن طريق ريحته، واوليسيا بتستغرب هي عملت كده ازاي لانها محتاجه تكون قريبه منه هو علشان تشم ريحته، وبتسمع ناس بيتقاتل، فاوليسيا بتقولها تستنى هنا وليزيت بتديها تعويذه تقويه بتزود قدراتها الجسديه، وكنزو ودانزو بيتعافروا ضد الغيلان بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا اوليسيا اللي بتبدا تقطع في الغيلان، وبنرجع لسنة وهي بتيأس وتتغلب على امرها لانها بتفتكر انهم مش هيعيشوا، وبتقول لكيرت ان العملاق هيهجم عليهم لو حاولوا يهربوا، وبتبدا تعيط لانها بتفتكر ان كنزو ودانزو ضحوا بنفسهم على الفاضي، بس بيقول لها انه هيتولى امر العملاق، وهي بتفتكر انه مش ند ليه بس بيتفادى هجماته وبيضرب نقط ضعفه وده بيخلي جسمه يتفرفر، وهو ما بتكونش مصدقه انه هزمه بس بيقول لها انه متعود يحفر عمالقه الحديد، واوليسيا تقتحم الباب وهي مستغربه ايه اللي حصل ده، فسينا بتقول لها انه حفر العملاق وهو بيبقى طاير من الفرحه انه شافها وبيقول لها تساعد الباقيين، بس بتنوه انهم لسه عايشين وبتقول انهم مصابين بس حياتهم مش في خطر، وبتفتكر انها سمعت اسطوره عن راجل ملوش اي موهبه في القتال بس عنده كفاءه في تصنيف اس في الحفر وهزم تنين شوكي بمنجل بس، وهي كانت فاكره ان ده مستحيل بس ليزيت بتقول لكيرت انه مذهل، وكنز ودانزو بيقولوا لاوليسيا هم وصلوا لهنا ازاي وبيشكروها انها انقذت حياتهم، وبتنوه انهم محتاجين يناقشوا حاجه مهمه قبل ما يرجعوا، بتقول لكيرت انهم هينشئوا قتل جديد وهي هتشتغل ككبيره المغامرين بتاعتهم، وبتعزمه يشتغل معاها بس بينوه انه لسه شغال مع ساكورا فهم بيقولوا له ما يقلقش عليهم ويقبل العرض وخلاص، وبتنوه ان القتل هيحتاج عمال فبتسالهم لو حابين يشتغلوا هناك وهم بيقبلوا عرضها، وبتقول لكيرت انهم المفروض يختبروا كفاءته لما يرجعوا وهو بيبقى متحمس يشوف نتائجه، وبنشوف ميميكو في محطه العمل وبتعرف نفسها لكيرت وتقول انها تقيم كفاءاته، وبتنوه انها شافت كريستالته السحريه فعشان كده كانت عايزه تشوفها بنفسها، وفي الليله دي كيرت بيحتفل مع ساكورا في نفس الوقت اللي ميميكو واوليسيا بيناقشوا في نتائج اختباره، وبنعرف ان ميميكو قالت له ان مهاراته في الغالب من تصنيف بي وسي بس هم في الحقيقه من تصنيف تريبل اس وحتى عنده منها اكتر منها، واوليسيا بتفتكر انهم المفروض يخلوه المعلم بتاعهم، وميميكو بتقول لها انهم محظوظين لان هي اللي اختبرت كفاءته، وبتفتكر ان هيبقى في فوضى لو الكل هرب بنتائج اختباره بس بيكتشفوا ان كيرسل كانت بتسمعهم وهي بتتظاهر انها ما سمعتش حاجه، وبنشوف كيرت مع اصحابه في عربه حنطور وليزيد بتنوه ان ما فيش احجار انتقال اني في وجهتهم، وبنعرف انهم متوجهين لبلده الحدود اللي كانت قاعده عسكريه على حدود ارض الشياطين وناويين يبداوا قتيل هناك، وكنز بيفتكر ان فرقتهم محظوظه انها جزء من خطتهم، ولسه بتقول لهم انها عملت حساب قدراتهم قبل ما توظفهم، بس سينا مش بتثق فيها ومصممه تحمي كنز ودانزو في حال حصل اي حاجه، وبيوصلوا للبلده وكيرت بيكشف انه اشتغل في تصليح الاسوار قبل كده بس اتطرد بعد 3 ايام، وبيستغرب هم ليه ما تقدموش في الشغل بعد ما مشي، فاوليسيا بتنوه انهم ممكن يكونوا بداوا يستخدموا اسلوب تاني، وبتاخد الكل القطعه ارض فاضيه وتقول لهم انهم هيبداوا تليه هنا، بس كنز ودانزو بيستغربوا هم المفروض يعملوا ايه بما ان مفيش اي حاجه هنا خالص، فبتقول لهم يستنوا في الاخر لحد ما الاتر يكمل، وبتسال كيرت لو يقدر يبني لوحده بس بيشرح انه مش هيقدر يخلصوا في يوم، وكنز ودانزو ما بيتفاجئوش لانهم عارفين ان ده مستحيل بس بينوه انه يقدر يعمل كده في 3 بس، فهم بيفتكروا انه مجنون بس اوليسيا بتقول له ياخد وقته وبتقول له انها توفر له كل المواد اللي محتاجها، فبيديها لسته بالطلبات وهي بتوعده تديها لهم كلهم في يومين، وبنشوف اوليسيا بتتكلم مع الباقيين في اللوكاندا وسينا بتقرر تقول لك كل عن اللي حصل في الكهف، وبتنوه ان كيرت حفر عملاق تنين حديدي علشان يهزمه، وبتسال اوليسيا عنه وبتقول لها تحكي لهم عن مجموعتها، فبتكشف انها مغامره كانت بتخدم في العيله الملكيه، وليزي بتوريهم شعارها الملكي وتقول لهم انها الاميره
الثالثه للملكه، بس بتقول لهم يتعاملوا معاها عادي لانها حاليا مخبيه هويتها. وسينا بتستغرب لو كيرت هو كمان من العالم الملكيه، بس اوليسيا بتقول لها انه مش حتى من النبلاء، وبتنوه انه ما عندهمش اي فكره هو مين، وبتقول لكل ان مهاراته القتاليه من عدم بس كفاءاته الثانيه كلها من تصنيف تريبل اس. وكنزي بما مذهول لان مهارات تصنيف تريبل اس دي نادره لدرجه ان الناس بتشك في وجودها اصلا، بس اوليسيا بتكشف انه مش دريان هو موهوب قد ايه وهم مخبيين تصنيفه الحقيقي عنه. وبتنوه انه معلم الاتليه بتاعهم بس هم مخلين كل حاجه سر عنه لانهم بيفتكروا انه مش هيصدقهم لو قالوا له عن مواهبه. وبتضيف ان الناس ممكن تستغله لو كل عارف بمهارات تصنيف تريبل اس بتاعته، بس سينا بتفتكر ان اوليسيا وليزيت هم اللي بيستغلوه، وبتنوه انها مش قادره تتحمل اكتر من كده، بس كنز بيوقفها ودانزو بيقول له اوليسيا تكمل. وليزيت بتكشف ان كيرت فك لعنتها بان ادها اكل، واوليسيا بتنوه ان في ناس عايزه تموتها، وبتكشف انهم قرروا يبداوا قتاليه في بلده الحدود علشان يكشفوا عدوهم، بس ليزيت بتنوه ان كيرت ما يعرفش حاجه عن الموضوع، وبتقول لهم انه حتى ما يعرفش انها اميره. واوليسيا بتنوه انه نقي وبريء زياده عن اللزوم فعشان كده عايزه تحميه، وليزيت بتطلب منهم مساعدتهم. ودانزو بينوه انهم مش مجبرين يطيعوا للملوك لانهم مجرد مغامرين، بس هم بيعترفوا بكيرت كزميل ليهم فعشان كده بيقرروا يحموه. بس سينا بتنوه انهم ما يعرفوش اي حاجه عنه، واوليسيا بتتفهم شعورها وبتكشف انها يا دوبك قابلته من 6 ايام بس، والكل بيبقى متفاجئ لما بيسمع ده. وسينا بتنوه انها محتاجه وقت تفكر في الموضوع، وبتزور كيرت وما بتكونش مصدقه حجم التقدم اللي عمله، بس بيقول لها انه لسه ما خلصش، وبتساله لو عمل كل حاجه لوحده، فبيقول لها انه استخدم مهاره الحفر من تصنيف بي علشان يعمل كده، بس هي عارفه ان تصنيفه اعلى من كده بكتير. وبتقول له انه مذهل بس بيفكر انه مش حاجه مميزه، وبيقول لها انه بيشتغل ابطا من المعتاد. وبتساله لو زعلان لانه مخليونه يعمل كل الشغل لوحده، بس بيشرح انه مبسوط بما ان كل الناس في فرقته الاخيره كانوا فاكرينه ملوش لازمه، وهو بيقول لها انه فرحان انه يقدر يكون مفيد لحد. وبتكتشف ان اوليسيا كان عندها حق بخصوصه، وعشان كده بتقرر تساعده في حمايته. وبعدها بنشوف دانزو بيتكلم مع المرشده بتاعته اللي بتقول له ان الراجل اسمه بيبون، وبتنوه انه كان بيقبل مهمات من الاشرار وهو معروف بتدمير الفرق. وبتقول لدانزو ان فرقته هي الهدف الجاي، وبتفتكر ان في فرقه منافسه هي اللي مأجره، وبتدي لدانزو تفاصيل تحقيقها. وبنشوف بيبون في خماره، وبينوه انه ما كانش متوقع ان فرقه ساكورا تعيش، بس عارف انهم دلوقتي شغالين مع اميره، وبيفتكر انه يقدر يعمل ثروه بان يدمرهم، بس بيكتشف ان دانزو وراه فبيتخض ويطلع يجري. وبيستغرب ازاي دانزو عرف عنه، بس فجاه بيتكعبل في حبله ودانزو بيقرب منه وهو عارف انه هو اللي قادهم للغيلان، وبيهدده بسيفه وبيقول له انه هيموته لو عمل اي حاجه لاصحابه، بس بيتوجه وبيسيبه في الزقاق. وبنشوف ان المرشده كانت بندانه وبتنوه انها كانت عايزه دانزو يقتل بيبون لانها بتفتكر انه هيبقى عقبه في المستقبل، بس بتشوف رجاله بياخدوه بعيد، وبتعرف انهم من مجموعه اسمها فانتوم اللي بتشتغل لحساب ميميكو. وفجاه بتستلم جواب وبتكتشف انه بخصوص ماروس، وبتقرر تروح لمسقط راس كيرت. وكيرت بيخلص الاتيليه واصحابه ما بيكونوش مصدقين هو جامد ازاي ومستغربين ازاي يقدر يخلصه في 3 ايام، وهو بيفرجهم على المكان، ولسه بتساله عن الجهاز اللي في منطقه تخزين الميه، فبيكشف انه محرك بيصنع ميه، وبيقول لها انه عمله باستخدام السافير اللي اديته له، وبياخد الكل لاوضهم، وبيكشف انه عمل السراير بتاعتهم باستخدام ريش الجريفن، واللي يزيد بتنوه ان ريحته تجنن. وبيطمنوا على اوضه معلم الاتيليه، وكيرت بيستغرب هو المعلم هيوصل امتى، فاليسا بتشرح انه مش هيوصل في اي وقت قريب، وبتسال كيرت اوضته فين، بس بينوه انه مجرد هينام في المطبخ بما انه المسؤول عن الاشغال، فبيقولوا له ما يعملش كده، وبيقنعوه ينام في اوضه معلم الاتيليه، بس بيوعدهم يسيبها اول ما المعلم يوصل. اليسا بتساله لو يقدر يحط حواجز علشان تمنع اللعنات، بس بينوه انه ما يقدرش، فعشان كده بتحط تمائم ضد اللعنات حوالين اوضه ليزيت. وفجاه البنت بتخرج وبتنوه انها عايزه كيرت يزورها، بس اوليسيا بتقول لها تلتزم حدودها علشان ما تبوظوش. وتاني يوم كيرت بيقدم الفطار للكل، ولسه بتنوه انه زي الست البيت المثاليه، والكل بيفتكر ان اكله طعمه مذهل، بس هي بتستغرب هو راح فين، فليزيت بتقول لها انه بينظف العلامات اللي لقاها في القصر، فاوليسيا بتجري تدور عليه، بس بتكتشف انه خلاص شال العلامات اللي عملتها التمائم، فعشان كده بتقع في الياس، بس بتقول له انه اكيد في حد رسمهم عشان يلفت انتباه ليزيت، وهو بيصدقها في ساعتها، بس بتستغرب ازاي هتحمي ليزيت لانها ما تقدرش تخليه يعرف بموضوع القتل وهي خلاص ما عندهاش تمائم. وبنشوف ماروس مع الاسقف تريستان اللي بيقول لها ان الكنيسه قررت تطردها لان فرقه النبي التنين بقت سمعتها وحشه دلوقتي، فبتقول له انها ما عملتش حاجه غلط، بس بيشرح لها انهم محتاجين يتخلصوا منها علشان يحموا سمعه الكنيسه، فبتبقى زعلانه لما بتسمع ده لانها عملت كتير علشان الكنيسه، بس هو عارف انها سحره ممتازه فعشان كده بيقرر يديها فرصه، وبينوه ان ذنوبها هيتغفر لها لو خلصت مهمه علشانهم، وبيقول لها انها حتى هتبقى كاهنه لو نجحت، وبيديها نبيذ من امبراطوريه جوروماتش، بس لما بتشربه فجاه بتتلعن وبيامرها تقتل ليزيت، وبيكشف ان نبيذ كان مسموم في جسمها مش هيقدر يقبل اي حاجه غير الميه، وبيقول لها انها بتموت من الجوع بعد شهر، بس بيشرح ان ده مجرد اختبار، وبيقول لها انها هتتحرر من معاناتها لو نجحت، فعلشان كده بتقبل المهمه، بس بتصحى في اوضه غريبه وتشوف سيد شياطين بيبص لها، وبنرجع لاوليسيا وهو بتستغرب هم ليه اعدائهم لسه ما لعنوش ليزيت لان ما عندهمش اي حاجه تحميهم من اللعنات، بس بتفتكر ان مش مهم لان ميميكو خلاص نصبت شبكتها في المدينه، فعلشان كده هيعرفوا في ساعتها لو اعدائهم حاولوا يعملوا اي حاجه. واوليسيا بتستمتع بالكيكه اللي كيرت عملها لهم، وليزيت بتقول له ان وجباته دايما هي الاحسن، وبتطلب منه يعمل لها اكل لو اتلعن التاني في اي وقت، بس بيقول لها ما تقلقش من الموضوع ده. وبنشوف سحر بيحاول يلعن ليزيت بس بيتنهل يتلخبط لما فجاه بيبدا ينور، وكيرت بيكشف ان القصر بيعكس اللعنات، بس هو عدل عليه علشان يخلي السحر بس هو اللي ينور. واوليسيا بتمشي علشان تقول لميميكو عن الموضوع
الموضوع وهو بيعزم لزيت يروحوا يتسوقوا، بس بتقول له انها ما قدرش تخرج النهارده. وبنشوف الجنرال ألري عند السور الغربي وهو بيقول لنا الجنرال جنريتشن عنده احساس ان الوحوش على وشك تهجم عليهم. فجنريتش بيقول له ما يقلقش لان الاسوار خلاص اتصلحت، ومجموعه فانتوم بتلاقي السحر اللي حاول يلعن لزيت وبيوروه لميميكو. واوليا بتفتكر انه حلفائه قتلوه لان نورو كان هيكشف مكانهم، بس اوليسيا بتستغرب هو ليه لسه بينور بما انه خلاص مات. فاوليا بتشرح ان ده بسبب انعكاس اللعنات بتاع كيرت قوي زياده عن اللزوم، وبتفتكر انه يقدر يساعدهم يحلوا كل حاجه لو تعاون معاهم بالكامل، بس اوليسيا مش عايزاه يدخل في خطر. وميميكو بتتواتت ولا امر التحقيق، بس فجاه بيسمعوا جرس البلده بيرن واليس بيشوف جيش من الهياكل العظميه بيقرب، فعلشان كده بيؤمر رجالته يقتلوا لحد الموت في نفس الوقت اللي جينريتش بيخلي فيه المدنيين. وميميكو بتعرف بموضوع الهجوم فعشان كده بتبقى قلقانه، بس هياكل العظميه بتختفي. ولما بيقرب من السور جينريتش بيستغرب ايه اللي بيحصل، وألري بيكشف انه ما يعرفش، بس بيفتكر ان ده السور اللي كيرت اشتغل عليه. وبنشوف ماروس مع الشيطان اللي بيقول لها ان الهياكل العظميه مسحت خلاص، فعشان كده محتاجه تستخدم قوتها السحريه عشان تستدعي الموجه الجايه. وما بتكونش مصدقه ان تريستان عمل عهد مع الشيطان عشان يقتل لزيت، وبتكتشف ان الكنيسه خدعتها، والشيطان بيكشف انهم في اطلال ليبتيا اللي تعتبر مكان مثالي لاستدعاء الوحوش، بس عارف ان قوتها السحريه محدوده، فعلشان كده بيقول لها تستخدم روحها كوقود. وفي القصر اوليسيا بتقول لكيرت المدينه متحصره بالوحوش، ولزيت قلقان على الباقيين لانهم مشيوا علشان يصطادوا عمالقه. واوليسيا عارفه ان الوحوش جايه من اطلال ليبتيا، وبتفتكر ان الفرسان هيتعبوا عقبال ما يحطوا خطه لان عددهم قليل جدا بالمقارنه. وبتنوه ان الهياكل العظمات مسحت في ساعتها لما لمست السور الغربي، وبتكتشف ان ده بفضل كيرت، بس بتفتكر انهم ممكن يخترقوا لو استهدفوا الاسوار اللي هو ما عملهاش. وبتطلع بخطه وبتقول لكيرت يقعد مع لزيت عقبال ما تنظف الاطلال، بس بيبقى عايز يروح معاها، فبتقول ان الموضوع خطر قوي لان في وحوش بره السور، فبيبقى زعلان لما بيسمع ده، بس بتقول له يحمي لزيت لان الشخص اللي رسم العلامات ممكن يجي وراها. والاسوار الشرقيه والجنوبيه على وشك يتغلبوا على امرهم، بس اوليسيا بتعرف ألري على صاحبها وتقول له ان لزيت في المدينه، فعلشان كده بيفكر يؤمر عساكرها يحموها، بس ميميكو بتقول انه تمام لان فرقه المخابرات بتاعتها هناك علشان تحمي لزيت. واوليسيا بتنوه ان معاها خطه وبتقول للفرسان يشتغلوا كطعم علشان تقدر تتوجه للاطلال وتوقف الوحوش من انها تظهر. وبيفتكر ان خطتها طايشه زياده عن اللزوم، بس اوليا بتقول له ان معاهم سلاح سري، فعلشان كده بيقرر يمشي مع خطتهم، بس بينوه انه عايز ينضم ليهم، وهو بيقول لهم ان جينريتش هيقود فرقه الطعم عشان يسحب الوحوش بعيد. بس جينريتش بيقلق عليه وبينوه ان شغله كطعم هو كمان خطر، فجينريتش بيديله مشروب وبيقول انهم في العادي بيكسروا الكاس كوداع اخير، بس بيكوب بدل ده، وبيقول له ان هم الاثنين هيعيشوا ويشربوا مع بعض بعد ما يرجعوا البيت. واوليسيا بتتوجه للبوابه، بنشوف انها مليانه هياكل عظميه، بس بترمي كريستاله سحريه بتمسحهم كلهم في لحظه، والكل ما بيكونش مصدق هي قويه ازاي، وبتقول لألري انهم المفروض يتحركوا طول ما معاهم الفرصه. فجينريتش بيمشي مع رجالته عشان يسحب الوحوش في نفس الوقت اللي اوليسيا وألري بيجروا فيه للاطلال. وبنرجع لكيرت وهو بيحاول يصنع نسخه اصغر من سيف دانزو، بس ما بيكونش راضي عن النتيجه، وبيفتكر ان جودته يا دوبك مقبوله. وليزيت بتزوره وتشوف السيف، فبيقول لها انه مشحون بالسحر علشان تقدر تفعل تعويذه بانها تمسك النصل فوق راسها، فبتفتكر انه جميل، فعلشان كده بيقول لها انه بتاعها خلاص، بس بيسالها لو في حد جاي وراها، فبتعترف ان هو اوليسيا في مشكله بسببها، وهو بتقول ان اصحابهم بيخاطروا بحياتهم علشان يوصلوا للاطلال اللي الاعداء مستخبيين فيها. وهو بيفتكر ان جالوفا كان متعود يرسم في الاطلال دي، وبيفتكر انها المكان المثالي للناس اللي بتحب ترسم على الحيطان، فعلشان كده بيؤمن ان العدو هو نفس الشخص اللي رسم العلامات في القصر، وبينوه انه ضعيف زياده عن اللزوم علشان يحمي الناس الغاليين عليه. وليزيت بتبادر وتتكسف لما بتسمع ده، وبتساله لو كانت هي مهمه بالنسبه له، بس بيقول لها ان كل اصحابه غاليين، وبيبقى زعلان لانه ما قدرش يساعدهم وهم بيقتلوا. وبتنوه انها حاسه بنفس الحوار، فعشان كده بيكتشف انها هي كمان حاسه بقله الحيله، وبيقول لها انهم المفروض يساعدوا الباقيين ينظفوا الاطلال. وبنشوف اوليسيا وألري متحاصرين بالوحوش، وفجاه بتمسكها قشعريره غريبه، وبتفتكر ان في حاجه وحشه على وشك تحصل، وبتقطع في الوحوش، بس بتنوه ان عددهم كبير قوي بالرغم من ان جينريتش سحب معظمهم، وعارفه انه كان بيستخدم الكريستالات السحريه عشان يقضي عليهم لانها شافت ومضات نور في الغابه، بس بتكتشف ان الكريستالات بتخلص منها. وألري بيتصابوا والوحوش بتحصروا، بس فرقه ساكورا فجاه بتوصل علشان تنقذهم. وسينا بتنوه انها لقت الاطلال، فاوليسيا بتستخدم كريستاله سحريه علشان تفتح طريق، وبيجهزوا علشان يدخلوا الاطلال، واوليسيا بتدي ألري الشوربه من عمل كيرت بتشفي جروحه، بس الوحوش فجاه بتخرج من الاطلال، فساكورا بتتولى امرهم، وسينا بتقول لأوليسيا تخلي بالها، وبتدخل الاطلال مع ألري وتقطع الزومبي اللي في طريقهم وهم بيدوروا على الشخص اللي بيستدعي الوحوش. وفي نفس الوقت مارس قوتها السحريه بتخلص، فبتفتكر انها على وشك تموت، بس الشيطان بيشوف جينريتش بيستخدم كريستال علشان يهزم اتباعه في نفس الوقت اللي أوليسيا وألري بيدوروا فيه عليه في الاطلال، فعلشان كده بيقرر يتولى امرهم ويشوفوا وحوش بتظهر، فبيكتشفوا انهم لقوا المصدر. وأوليسيا بتستخدم كريستال علشان تتخلص منهم، بس الشيطان فجاه بيظهر وبيكتشف انه الزعيم اللي بيستدعي الوحوش، فأوليسيا بتحاول تمسحه بكريستاله بس ما بيشتغلش، وهو بيقول لهم انه خالد. وألري بيقطعه بس بيتجدد في ساعتها، وبنشوف انه بيستخدم سحر ماروس علشان يقوي جسمه، وبتنوه انها محبوسه بسبب الدائره السحريه، وبتفتكر انها مستحيل تمسحها. وبيكشف انه كان بيراقب الكل بيقتل، وهو بيوري ازاي رجالته بيتعافروا ضد الوحوش، وبينوه انهم عمرهم ما هيخسروا للشيطان، بس فجاه بيستدعي اتباع اكتر، وبينوه انهم هيدمروا البوابه، وهو بيقول انهم هيقضوا على ساكورا هم ماشيين من الاطلال. واوليسيا وألري بيتجمعوا عليه وبيطيروا راسه، بس بيكتشفوا انه لسه عايش وبيهدد يذبح الكل، فاوليسيا تقع في اليأس وبتفتكر انه مستحيل يهزموه،
وماروس بتفتكر ان خلاص كل حاجه انتهت بالنسبه لها لانها خلاص جابت اخرها وبتنوه انها وحشها طبخ كيرت، وبتبدا تسمع صوته وبتفتكر انها اكيد بتتخيل، بس فجاه بتظهر حفره في الارض وهو بيخرج منها. هو بيستغرب هي بتعمل هنا وهي بتكتشف انه مع ليزيت، فعلشان كده بتفتكر انه اكيد عارف بموضوع خطه اغتيالها، وبتكشف انها من الكنيسه وبتكون لسه هتقول له ان الاسقف تريستان ورا كل حاجه، بس بيسالها لو كانت بتكتب على الحيطان علشان تطلع خنقتها، وبيقول لها انها حتى سابت علامه عملاقه على الارض بس هي ما عندهاش اي فكره هو بيتكلم عن ايه، فعشان كده بتتثبت وتتلخبط. وبيسالها فين يلاقي اوليسيا، فماروس بتكشف انها فوق وهو بيبقى لسه هيدور عليها، بس ليزيت بتوقفه وتقول له ينظف العلامه اللي على الارض عقبال ما هي تدور على اوليسيا، وبيقول لها ان خطر تروح لوحدها، بس بتنوه انها تقدر تحمي نفسها بالسيف اللي اداهولها. وماروس بتتفاجئ انه سايبها تروح لوحدها وهو بيجهز علشان ينظف الارض، بس بتفتكر انه غبي لانه مستحيل تشيل الدايره السحريه، بس بتختفي هو بيمسح الارض بالشرشومه ما بتكونش مصدقه. هو بتستغرب ازاي قادر يكسر الدايره السحريه، والشيطان بيكشف ان جروحه ما بقتش تتجدد خلاص. فاوليسيا بتاخد كريستال علشان تقضي عليه، بس بيوقفها وبيفتكر انه لازم يتكلم جد. هو ليزيت فجاه بتظهر بس بيطعنها وهي تقع على الارض، فاوليسيا بتفتكر انها ماتت، والشيطان بيبدا يضحك وبيفتكر انه خلاص خلص مهمته، بس ليزيت فجاه بتختفي وبتظهر تاني وراه وبيكتشف انها استخدمت خدعه بصريه. هو بتكشف ان سيفها اسمه الفراشه وكيرت شحنه بالسحر عشان تقدر تستخدمه وتصنع نسخ من نفسها، والشيطان بيهجم عليها بس بتكون خدعه تانية وهي بتكسر الحجر اللي على الارض، وده بيمسحه في لحظه وكيرت بيسمعه وهو بيصوت فبيستغرب ايه اللي حصل. وماروس بتكتشف انهم هزموا الشيطان واتباعه بيختفوا، فالكل بيكتشف ان القتال خلص خلاص، بس اوليسيا بتسال ليزيت هي بتعمل ايه هنا لان ما كانش المفروض تسيب الاتيليه، فبتشرح انها مجرد كانت عايزه تساعد، واوليسيا بتفرح انها عاشت، والري بيقول لها انهم ما كانوش هيعيشوا لولاها، بس هي بتشكرهم انهم حموها وبتوعد تكافئهم على مجهوداتهم، فهو بيطلب منها خمره علشان يشرب مع رجالته. وماروس بتفرح ان الدار السحريه مشيت بس عارفه انها لسه ملعونه، فعشان كده بتفتكر انها تموت من الجوع، وكيرت بيديلها كرات رز وهي بتفتكر ان جسمها مش هيقدر يمتصهم بسبب اللعنه، بس بتبقى عايزه تدوق اكله تاني، فعشان كده بتاكلهم، بس بتستغرب هي ليه مش بترجع، وبتكتشف ان لعنتها مشيت، وعارفه انها اتنقذت بفضل مواهب المستخبيه، وتفتكر ازاي كان بيخلي باله من كل حد في فرقتهم، وبتكتشف انه هو اللي كان بيحميهم طول الوقت ده، فبتبدا تعيط لانهم اعتبروا طيبته دي حاجه مضمونه، وبتقول له انها اسفه بس بيفكر انها مجرد بتعتذر عن العلامات اللي عملتها. واوريسيا وليزيت بينضموا لهم، بس مجموعه فانتوم فجاه بتظهر وبياخدوا ماروس بعيد، فبتصوت علشان المساعده، بس كيرت بمجرد بيقول لها انه هيزورها في السجن، فعلشان كده بتبهدل وتتضايق. وليزيت بتبدا تتكلم مع كيرت ولسه ما بتكونش مصدقه انهم انقذوا حياتها، وبتفتكر ان شغلها ككبيره المغامرين اتسهل لها خلاص، وبتقول لكيرت ان جوات المروح البيت، وهو بينه مبسوط لان اخيرا مع اصحاب جنبه حتى معاهم مكان يقولوا عليه بيتهم. وفي الليله دي الكل بيعمل وليمه مع بعض، وكيرت بيستغرب لو كانوا مجرد بيغصبوا نفسهم ياكلوا الاكل لانهم بياكلوا سريع زياده عن اللزوم، وبيفتكر ان المفروض يجهز لهم اكل تاني، بس الري بيقولوا انهم مركزين في الاكل لان الاكل حلو قوي. وليزيت بتعرفوا على الري، وكيرت ما بيكونش مصدق انه جنرال، فبيقول انه بيحب المدينه، وبيفتكر ان ده اكيد لانه الشاطر في الحكم، بس جينريتش بينوه انه قائد زي الزفت، فبينوه ان المارجريف بيساعده يحكم المدينه، والكل بيستمتع بالالعاب الناريه، وكيرت بيكشف انه جهزها لانه كان عايز الكل يتبسط، والري وجينريتش بيكتشفوا انه جروحهم اتشافت، وكيرت بيفكر انه دايما بيحصل لما المحاربين بياكلوا وجبه حلوه، بس هم بيقولوا له ان ده مش طبيعي. وفي نفس الوقت بنشوف بنت مربوطه بسلاسل وتشوف المارجريف تيهون وتساله هو ليه جاي يشوفها، وبنروح للماضي لما كيرت قابل البنت هيلدي، هو حاول يتكلم معاها بس هي مجرد بتطنش، وبتكشف ان ابوها قال لها ما تتكلمش مع اي حد في القاره لانها مليانه ناس غريبه، بس بيركبوا عملاق بياخدهم لغابه، وبتشوف توت وبتفتكر ان شكله لذيذ فعشان كده بتاكله، بس فجاه بتبدا تحس انها تعبانه، وكيرت بيكشف انهم كانوا مسمومين، فعشان كده بيستخدم المكونات اللي في الغابه علشان يصنع ترياق، وهو رايح يديهولها فجاه بيصحى وبيفتكر ان كل ده حصل من 10 سنين. هو في شيخ قريه بيقول لاوليسيا عن نقص الميه في قريتهم، وهي بتكتشف ان في خزان ميه كبير في البلده المجاوره، فعشان كده بتستغرب هو ليه مش بيطلب منهم يتشاركوا فيه، بس بيكشف انهم مش هيسمعوا كلامه، وبيقول لها انه خلاص حاول يتفاوض معاهم، وبيطلب مساعدته، وبيفتكر ان الاتيليه بتاعها يقدر ينقذ القريه. وبعدها اوليسيا بتتكلم مع دانزو اللي بيكشف ان الكل راح للتله، وهناك بيخلوا بالهم من طيور شيخ القريه، وبيتمشى علشان تتفاوض مع القريه المجاوره، بس بتشوف شيخهم بيصوت علشان المساعده لان الميه بتخلص من عندهم هم كمان، واهل القريه بيقطعوهم وبيقولوا لهم ان في ميه في اعلى التله، فاوليسيا بتروح تتاكد منها، وهي بتتفاجئ لما بتشوف بحيره، وبتستغرب هو ليه الكل بيشتكي من الميه، بس سينا بتكشف انها لسه ظاهره فجاه كده من مفيش، وكيرت بيقرب منها وبيكشف انه لسه مخلص حفرها حالا، وشيوخ القريه بيبقوا طايرين من الفرحه اول ما بيشوفوها فاكرين انها حلت مشكله نقص الميه عندهم، فعشان كده بيبداوا يشكروها، بس كيرت بيفكر انها مذله لانها قدرت تخلص طلباتهم. وبعد كده بنشوف كيرت والباقيين في الحنطور بتاعهم، وهناك بنشوف انهم استلموا سبت بيض كمكافاه، وهو بيسال عن ليزيت، فاوليسيا بتكشف انها مشت عشان تقابل تيهون وتسلموا تقرير عن هجوم الوحوش الاخير، وبنشوف تيهون بياكل مع ليزيت والري، وبينوه انه يتشرف بزياره ليزيت ليه، بس هي بتكشف انها هناك كممثله للاتيليه بتاعهم، وهي عارفه ان عنده سلطه توازي سلطه الضوء، بس هو معتمد على غيره في مالياته العامه، وبتفتكر انه بيحاول يستميلها علشان يعمل علاقات مع العيله الملكيه، وبيسالها عن الكريستالات السحر اللي استخدموها علشان يمسحوا الموتى السائرين، بس هي عارفه انه بيحاول ينبش عن معلومات تخص كيرت، فعشان كده بتقول انه مش حاجه مميزه، وبينوه ان بلده الحدود لسه ملهاش اسم، وهي بتشرح ان ده بسبب ان لسه ما عيناش نائب
كنائب للملك هناك، فعشان كده بيقرر يدي المنصب لمعاملات اللي بتاعهم. بس هي بتتخض لما بتسمع ده لان كيرت بكده هيضطر يظهر في العلن، فعشان كده بتنوه انها ما تقدرش تقبل التعيين ده بداله. بس تيهون بيفكر انها الممثله بتاعته فلازم يكون معاها كامل الصلاحيه لترتيب الاتفاقيات بينهم، وتيهون بينوه ان المعلم بتاعها انقذ حياه فرسان ما لهمش اول من اخر، فعشان كده هو متاكد انهم هيقبلوه كنائب للملك. وبيستغرب لو كانت شايفه ان المعلم بتاعها مش كفء كفايه للمنصب ده، فبتبادر وتتضايق لما بتسمع ده، وبتنوه انه اكتر راجل موهوب في العالم كله، فعشان كده تيهون بيفكر انه هيبقى مثالي كنائب للملك بتاعهم. وبعد كده ريزيب بتقول اوليسيا على اللي حصل، وهم بيفكروا يلاقوا حد يتظاهر ان المعلم بتاعهم، بس ريزيب بتنوه ان مفيش حد يقدر يحل محل كيرت، وبتستغرب هو فين. فاوليسيا بيتنوه انه بيخلي باله من بيضه من البيض اللي استلموه لانها على وشك تفقس، وبنروح لميميكو وهي بتتعافر علشان تخلص اوراقها لانها استلمت عدد من التقارير، وبنعرف ان تريستان لقوه ميت في الكاتدرائيه وبتفتكر انه اغتال لان روح شخص تاني اتضحى بيها علشان يستدعي سيد الشياطين. واوليا بتقرا واحد من التقارير وبتكتشف ان كيرت هيبقى نائب الملك لبلده الحدود، فعلشان كده ميميكو بتكتشف انها محتاجه تعمل حاجه، بس بتستلم تقرير تاني بينوه ان بيضه كيرت لسه فاقسه حالا. واوليسيا وليزيد بيتفاجئوا ان في بنت خرجت من البيضه، وكيرت بيشرح الوضع لكل وهي بتناديه يا بابا، بس اوليسيا بتفتكر انها وحش وبتظن انها بتحاول تخليه يرخي دفاعه بانها تتظاهر انها بنت قمر كده، فعشان كده اوليسيا بتكون عايزه تقتلها، بس هو بيترجاها تسيب البنت في حالها لانه شايف انها مش شريره، واوليسيا بتبقى مقتنعه انها محتاجه تقتل البنت بما انها وحش. بس فجاه البنت بتنادي اوليسيا يا ماما، وهي بتبادر وتتكسف وتتثبت لما بتتخيل نفسها بتتجوز كيرت، بس ليزيد بتاخد البنت بعيد وهي كمان بتنادي ليزيد يا ماما، فعشان كده وشها بيحمر وبتوقع البنت. فسينا بتحاول البنت بتنادي سينا يا اختي، بس اوليسيا لسه بتفتكر انها محتاجه تتخلص من البنت، وكنز بيوقفها ويقول لها ان فرقتهم تخلي بالها من البنت، وسينا بتاكد لاوليسيا انها مش هتحاول للشريره لانهم كلهم هيربوها صح. فاوليسيا بتبص لها وتقرر تسيب البنت تقعد معاهم، فليزيد بيتنوه انهم محتاجين يدوا لها اسم، وبتقترح تدمج اسمها مع اسم كيرت لان البنت بنتها هما الاثنين، بس كنز بينوه انها كمان نادت اوليسيا يا ماما، فعلشان كده عايزه اسمها وكمان يتحط، بس ليزيد بتبدا تتخانق معاها لانهم مش عارفين يرسوا على بره هيسموا البنت ايه، بس البنت بتسالهم هم ليه بيتخانقوا، فعلشان كده بيهدوا في ساعتها، وكيرت بينوه انها بتجمعهم كلهم مع بعض، فبيقرر يسميها اكوري، وبيشرح ان ده معناه منطقه، وبيقول لاوليسيا وليزيد انها الخط اللي بيربطهم ببعض، وبيتعمدوا يمشوا مع اقتراحه، فبيبدا يناديها اكوري وشكل الاسم عجبها. وفي الليل بنشوف اوليسيا نايمه مع اكوري، بس بيظهر فرد من مجموعه فانتوم وهي بتامرها تدي الشارو اكوري لميموكيا لانها عايزه تكتشف لو اكوري وحش. وتاني يوم كيرت بيعمل اوضه لاكوري، واوليسيا بتفتكر انها جميله بس عارفه انها برضه سجن لان اكوري ما تقدرش تفتحها من جوه، وبنعرف انها قالت لكيرت يبنيها لانها عايزه تراقب اكوري لحد ما تعرف طبيعتها الحقيقيه، وبتقول لي سنه تخلي بالها منها. واكوري بتبقى عايزه تمشي مع كيرت بس بيقول لها ان لسه وراه شغل، وبيقول لها انهم هيلعبوا اول ما يرجع. وبعد كده اوليسيا بتقول لكيرت انهم المفروض يخلصوا شغلهم بسرعه علشان يقدروا يرجعوا لاكوري، بس بيسمعوا صوت جوه الحنطور وبيكتشفوا انها اتسحبت وخرجت، هو بيستغربوا هي وصلت لهنا ازاي، بس هي مجرد بتقول لهم انها عملت فوب. وكيرت بيستغرب لو المفروض يرجعوها اوضتها، بس اوليسيا بتشوف فرد من مجموعه فانتوم متنكره في شكل مواطنه عاديه وتقول له انها محتاجه تتكلم معاها، وهو بيبقى عارف انها كانت بتفكر في سلامه الكل لما كانت عايزه تقتل اكوري، وبيفتكر انه بيسبب مشاكل للكل وبيظن انه مش هيقدر يعمل حاجه لو طلعت وحش في الاخر. واوليسيا بتنوه انهم هما الاثنين كان عندهم حق بخصوصها، بس بتفتكر انهم يقدروا هما الاثنين يحاولوا يربوها كبنت طيبه، وكيرت بيبقى مصمم يعمل اي حاجه عشان يديها مستقبل كويس. وفجاه بيظهر راجل غريب وبيقول لهم يهزموا ملك الشياطين وينقذوا العالم، وكيرت بينوه انه هيعمل كل جهده، بس اوليسيا بتستغرب ايه اللي بيحصل ده، وهم مرات ابن الراجل بتنضم ليهم وبتكشف انه دايما كان نفسه يبقى نبي، فعلشان كده غالبا بيتكلم بكلام ملوش عازه، وبتكشف انها هي الزبونه وبتشكرهم انهم جم، بس بتنوه انها ما كانتش متوقعه ان الزوجين هم اللي يقبلوا الشغلانه. وكيرت بيفكر ان اوليسيا زعلانه لانه بيفكر انها مش مهتمه بيه، فعشان كده عايز يعوضه بانه يخلص الشغلانه. والزبونه بتكشف ان الخنازير اللي في المزرعه ما بياكلوش كويس، وبتفتكر انهم بيعانوا من الاجهاد الحراري، فبيقول لها انه هيجهز علف يقدر يساعدهم يتعافوا، وهي بتمشي عشان تاخد ابوها يتمشى، بس هو بيشوف ان اوليسيا مش بتحرك، وبيكتشف انها لسه مصدومه من سوء التفاهم، فعشان كده بيخلص المهمه لوحده في نفس الوقت اللي هي عماله تسرح فيه وتتخيل نفسها بقت مراته، وبتستغرب هي مالها في ايه، وبتكتشف انها بدات تكن ليه مشاعر، وبتشوف تنين بيقرب فبتجهز علشان تقتله، بس كيرت بيوقفها وهو مجرد بيشرب ميه، فبتتثبت وتتلخبط لما بتشوف ده، وهو بيبقى عارف ان ده لانها من المدينه، فعشان كده بيقول لها ان عادي التنانين تطلب نصيبها لما بتشوف اكل في المناطق الريفيه. واكوري بتستغرب لو ده كلب، فكيرت بيقول لها انه تنين نونو، بس اوليسيا بتشم ريحه دم قريبه فبتبدا تبص حواليها، وبتشوف فرد من مجموعه فانتوم على الارض ومستغربه مين اللي هجم عليها، وبتشوف حد بيتحرك ورا الشجر الصغير فبتجهز علشان تقاتل، وكيرت بيسمعها وتقاتل فبيسالها في ايه مالك، بس بتقول له يفضل ورا ويهرب مع اكوري. وفجاه بتظهر ست غريبه وتقول له يسلمها العيل، فبيستغرب لو كانت عايزه تقتل التنين، بس اوليسيا بتفتكر ان الحوار مش كده وتقول له يجري، والتنين بياخدوا بعيد، وهي بتبقى مبهوره انه قدر يروضوا لانهم في العادي عمرهم ما بيكونوا ودودين مع البشر. والست بتقتحم واوليسيا بتنجح في صد هجماتها، بس الست بتخبطها وتطيرها بعيد، وبتجهز علشان تقضي عليها، بس اوليسيا بتقوم تاني وتسالها لو اكوري هي هدفها، بس الست بتنوه ان المعرفه مش هتفيدها بحاجه بمجرد ما تموت، وبتنجح في تجريد اوليسيا من سلاحها وبتسيبها مكشوفه على الاخر، والست بتديها ضربه تمام واوليسيا تقع على ركبها، فعشان كده الست بتجهز علشان تخلص عليها، بس هي بترمي كريستال سحريه، ولما الست بتدمرها
المستعمره بتدفن تحت الارض. فاوليسيا بتفتكر ان القتال خلص خلاص، بس الست فجاه بتطلع من الارض، واوليسيا ما بتكونش مصدقه انها لسه عايشه، وبتكتشف انها في الحقيقه شيطان. واوليسيا عارفه ان الشياطين هم العدو الطبيعي للبشريه وعندهم قوه سحريه وقدرات جسديه ملهاش اخر، بس بتستغرب ايه اللي جاب شيطان هنا لانهم ما ظهرش للبشر من اكتر من قرن. والشياطين ما بتكونش مصدقه ان سحر التحول بتاعها اتفك، وبتكشف انها عارفه ان اوليسيا هزمت سيد الشياطين، فعلشان كده بتكتشف ان الشيطان كانت بتراقبهم طول الوقت ده، وبتستغرب لو كيرت هو هدفها، وبتفتكر انها ما قدرتش تكسب القتال لان معهاش سلاح، فعشان كده بتتمنى يكون يقدر يهرب، بس فجاه بيرجع مع التنين. فبتستغرب لو ناوي يقتل الشيطان بس هو بيقع من عليه، وبتساله هو ليه ما هربش، بس الخنازير بتجري جنبهم وهم بيركبوا واحد منهم وهو بيقول لها انه عايز يحميها لانها غاليه عليه. فوشها بيحمر لما بتسمع ده، بس عارفه انه مجرد شايفها كصديقه، وبتكتشف انها كانت حاسه بشعور غريب لانها وقعت في حبه. وفي كوره نار بتطير الخنازير بعيد، واوليسيا بتشوف الشيطان فبتقول لكيرت انها محتاجه تستعير خنجره، والشيطان بتطلق كوره نار تانية في نفس الوقت اللي اوليسيا بتجهز فيه علشان تقطعها نصين. وبنعرف ان ممكن تلغي السحر بان تضربه، بس هي عمرها ما عملت كده قبل كده، وبتقطع كوره النار وما بيشتغلش. بس اكوري فجاه بتظهر والشيطان بتتخض اول ما بتشوفها، فعشان كده بتلغي تعويذتها. اوليسيا بتستغرب هي ليه تعمل كده، وبتفتكر ان ده اكيد بسبب اكوري. والشيطان فجاه بتكح دم وتطلع تجري، واوليسيا بتكون عايزه تتكلم معاه، بس فجاه بتموت على روحها ويغمى عليها بسبب جروحها. فكيرت بيديها دواء بيعسلها لو حاسس انها احسن، وهي بتخف في ساعتها، وبتستغرب ازاي اكوري ظهرت فجاه كده. فكيرت بيكشف انها انتقلت انيا، واوليسيا عارفه ان السحرة بقالهم كتير بيبحثوا في ازاي ينتقلوا انيا من غير كريستالات، بس شغلهم لسه ما خلص، وبتكون عايزه تشوف ازاي اكوري عملت كده، فبتطلب منها تعمل فوب تاني، بس اكوري بتكشف انها ما قدرتش، ولسه ما بتكونش فاهمه ليه. وكيرت بيكشف ان الخنازير اتصابت فعشان كده بيشفيهم، والزبونه بتفرح لما بتشوفهم في حاله مثاليه، وبتشكر اوليسيا، بس بتسالها فين جوزها، وهي بتكشف انه راح للبلدات المجاوره، وبنشوفه راكب التنين بس هو بيقول له انه حاسس بحاجه، فعشان كده بيقرر يروح يتاكد منها. واوليسيا بتسال اكوري لو هي اللي خافت كره النار، بس هي ما عندهاش اي فكره اوليسيا بتتكلم عن ايه، فعشان كده بتكتشف ان الشيطان لغت التعويذه لانها ما كانتش عايزه تاذي اكوري. وكيرت بيوصل مع التنين، واوليسيا بتتثبت وتتلخبط لما بتشوف الشيطان، فبيكشف انه شافها راميه جثتها في الغابه، واكتشف انها في حاله زفت خالص، فعشان كده عمل لها جرعه لانه عارف انها لغت تعويذتها علشان تنقذ اكوري، وبيديها الجرعه ويقول لها انها هتموت لو ما استخدمتهاش، فعلشان كده بتاخدها وبتخف في ساعتها، بس بتكتشف انها مش قادره تقوم، وهو بيكشف انه خرط مخدر في المحلول علشان يخليها نايمه لمده 3 ايام، وبيفتكر انها صياده تنانين، فعشان كده متفاهم هي ليه هجمت عليهم، بس بيقول لها ما تاذيش البشر اللي متعلقين بالتنانين. فبتتثبت وتتلخبط لما بتسمع ده، وهو بيستغرب لو كانت قادره تفهمه، وبيسالها لو هي مختلفه عن هيلدي، وهي بتتفاجئ لما بتسمع اسمها، بس فجاه بتموت على روحها ويغمى عليها. وكيرت بيقول له لسه ان ده اللي رسب الشيطان لهنا، بس هي ما بتكونش مصدقه انه قدر ينيمها لان الشياطين بيتقال ان عندهم مناعه ضد السم. وهو بيرجعوا للاتيليه، وهنا سينا بتقول لاكوري ان الكل كان قلقان عليها، بس بيشوفوا راجل غريب وليزيد بتعرفهم عليه على انه معلم الاتيليه بتاعهم روتو، وبينوه انه متطلع للشغل مع الكل، وبيشكر كيرت على بناء الاتيليه، بس اوليسيا بتشوف ان شكله مش مريح. وهو بعد ما كيرت وسينا بيمشوا، روتو فجاه بيقرب من اوليسيا، وهي بتحاول تخبطه برجلها، بس رجلها بتعدي من جوه جسمه، فعشان كده بتكتشف انه مجرد خدعه بصريه من عمل ليزيت، وبتكشف انها صنعته بانها تخيلت نسخه اكبر في السن من كيرت. بس اوليسيا فجاه بتستلم رساله من ميميكو بتنوه فيها انها هتبلغ عن تحقيقهم، والكل بيقابل ميميكو اللي بتكشف انها فحصت الحامض النووي بتاع اكوري، وتقول الكل ان شكلها بشري، بس كان في اثار لماده سحريه مكانيه لقوها في ضوافرها، وبتنوه ان كان في سجلات عن استخدام السحر المكاني خلال عصر الخلق، بس دلوقتي بيعتبر سحر مفقود. وكيرت بيستغرب لو كانت وحش، فبتكشف انه ما يعرفش، وتقول له ان اكوري شكلها بنت طبيعيه بس هي مش بشريه، وميميكو بتفتكر انها خطيره، فعلشان كده بتقترح يستخدموا لعنه ختم عليها ويخلوها في معمل ابحاث، بس كيرت بيبقى ضد الحوار لانه شاف ان اكوري بنت طيبه، وبيكشف انها راحت تطمن على الشيطان لانها كانت قلقانه عليها. واوليسيا بتنوه انها كمان انقذت حياتها، وليزيد بتنوه ان عندها ايمان في اكوري، فعلشان كده ميميكو بتقرر تسيبها تقعد معاهم، وبتسال كيرت عن الشيطان، فبيكشف انها في اوضه التخزين، بس بيترجى ميميكو ما ترميهاش في السجن، فبتحقن محلول في الشيطان، وده بيخليها تصحى والشيطان بتطلق نيرانها، بس ميميكو بتقول ان ملوش لازمه لان الاوضه فيها حاجز بيختم السحر، وبتسال الشيطان لو معاه حلفاء، بس بتشرح انها مش هتجاوب غير على كيرت لان هو اللي هزمها، فعشان كده بيزورها في الاوضه وبيشرح لها انهم ما قدروش يفكوا اسرها الا لو جاوبت على اسئلتهم، بس هي بتسال عن هيلدي وتستغرب لو كانت لابس شعر جريفن، فبيتذكر ان كان معاها جريفن على الدلايه بتاعتها، فالشيطان بتقول له انها محتاجه تنقذها، وبتكشف ان هيلدي محبوسه وممسوكه من تيهون، فبيقول له لسه انهم محتاجين يروحوا ينجدوها، بس هي مش بتثق في الشيطان ومستغربه هي ليه اكوري كانت هدفها، فبتكشف انها اتجسست على تيهون اللي كان بينبش ورا مجموعتهم، فعشان كده قررت تمشي وراهم، وشافت اكوري بتستخدم سحر الانتقال الاني، وبتشرح انها عايزه تستخدم قدرات اكوري علشان تنقذ هيلدي، بس لسه مش بتثق فيها، فالشيطان بتقولها تبص على الدلايه بتاعتها، وكيرت بيشوف شعار الجريفن، والشيطان بتكشف ان هيلدي هي اللي اداهولها، وبتكشف انها لغه كره النار بتاعتها لانها شافت الشعار على خنجر كيرت، وهو بيكشف انه كان هديه من هيلدي وميميكو، بتقرر انهم المفروض يساعدوا، بس بتقول للشيطان تقعد هنا في الوقت الحالي، والشيطان بتكشف ان اسمها السول، بس اكوري فجاه بتقاطعهم وتقول له انها عملت فوب تاني، وميميكو بتوري لكل ماكت لقصر تيهون، وبتكشف ان كان معاه زوجه اسمها فيرن ماتت بعد ما ولدت بنته الكبيره، بس هي كمان اتوفت خلاص. ميميكو بتنوه ان في اوضه في القصر بتاعه ما حدش يقدر يدخلها، بس هو بقاله فتره بيدخل اكل الاوضه دي، فعلشان كده فانتوم حاولوا يستكشفوا الحوار،
بس يكتشفوا انه مستحيل يفتحوا الباب. فليزيد بتقترح تستخدم الخدعه البصريه بتاعتها علشان تخليه يفتحه، والكل بيقرر يمشي مع خطتها، بس ميكو بتستغرب هم ازاي هيعملوا كده. فليزيد بتشرح انهم هيستخدموا راكودو علشان يقابلوه خلال المهرجان اللي جاي، بس اوليسيا بتستغرب هم هيعملوا ايه مع كيرت، وبتفتكر ان خطر يسيبوه مع سول. فليزيد بتنوه انه هينضم ليهم وهيتظاهروا انهم مجرد بيدرسوا السوق، وبتقول لكل انهم هينفذوا خطتهم في اليوم الثالث من المهرجان. فعلشان كده هيدرسوا السوق في اول يومين، وبتلعب طوبه ورق مقص مع اوليسيا علشان يحددوا مين اللي هتبقى مع كيرت في اول يوم. واوليسيا بتخسر اللعبه، وليزيد بتبقى متحمسه تخرج في موعد معاه، بس اوليسيا بتقول انا مش مسموح لها تعمل معاه اي حاجه، والكل بيتوجه للملجأ بتاعهم. ولسه بتقول لكيرت يخلي باله من ليزيد واكوري عقبال ما هي تحقق ورا تيهون. فهو بينوه انه عايز يساعدها، بس ليزيد بتقول له انهم محتاجين يدرسوا السوق، وبتقول له ان اكوري متحمسه للمهرجان. وتاني يوم كيرت بيتوجه للسوق مع ليزيد واكوري، وبيشوفوا صبار من غير شوك جوه ميه حلوه، فبيشتري اتنين منهم، بس بيديهم ليزيد واكوري وبيقول لهم انه هياكل بواقيهم، بس ليزيد بتشاركه مشروبها وبتراقب شفايفه وهو بيشرب من الصبار، وبتشكره انه خلاها تدوق، بس بتشوف لعابه على الصبار وبتشفطه كله وهي بتخلص مشروبها، وبتشيل الصبار في شنطتها، بس هو بيستغرب هي ليه مش بترميه. فبتشرح انها عايزه تحتفظ بيه لانه مش بلدي في بلدها، وهو بيشرح انه عايز اكوري تستمتع بالمهرجان، وهو بيكشف انه كان مشغول زياده عن اللزوم في عمل الشغلانات لفرقه الابطال، فعلشان كده ما كانتش بتجيله الفرصه يتفرج حواليه. وليزيد بتقول انهم هيستمتعوا بالمهرجان مع بعض، وكيرت بيلعب لعبه محتاج فيها يوازن الموازين، فعلشان كده بيحط فول احمر في السلطانيه ويقول له صاحب المحل انه جاهز يلعب، والميزان بيتوازن بالظبط، وصاحب المحل ما بيكونش مصدق لان هو اول شخص يكسب اللعبه دي خالص. هو كيرت بياخد 10 كيلو فول احمر كمكافاه، وكيرت بيستمر في انه يتبسط مع ليزيد واكوري، وبيوصلوا لجنينه، وهناك ليزيد بتخطط تعترف له بمشاعرها. هو بتفتكر ان ده الوقت المثالي لانه اتبسط في المهرجان، بس وهي بتقرب منه بتكتشف انه مبحلق في قصر تيهون، فعشان كده بتفتكر ان وقتها باظ، وبتسأل لو كان قلقان على هيلدي، بس بيشرح ان الحوار مش كده لانه مؤمن ان اصحابهم هينقذوها، بس بيكشف انه زعلان بما انه مش قادر يعمل اي حاجه تساعدهم، وبيظن انه ملوش عزه بالنسبه لهم. فبتشرح انهم عايزين ينقذوا هيلدي علشانه هو، لان هو مهم بالنسبه لهم، فبيعيط لما بيسمع ده، وبينوه انه بيحبهم هم كمان، فعشان كده بيحاول كل جهده يبقى مفيد. وليزيد بتقول انهم المفروض يشتغلوا مع بعض عشان يحققوا اهدافهم، واكوري بتنوه انها جعانه، فعشان كده بيجري جنبها، وليزيد بتنوه انها خسرت فرصتها في الاعتراف، بس فرحانه انها قدرت تخليه مبسوط. وكيرت بيصنع سيف لاوليسيا علشان يحل محل السيف اللي خسرته لما قتلت ضد سول، بس الحداد بيضحك عليه وفاكر انه ما عندوش اي فكره هو بيعمل ايه، بس بيتفاجئ لما بيطلع مذهل في الاخر، وبيكتشف ان كيرت حتى احسن منه، فعشان كده بيقرر يمشي في رحله علشان يطور مهاراته. واوليسيا بتسمي سيفها نتفه التلج لانه بيفكرها بالورد اللي في التلج. وتاني يوم كيرت بيتوجه للمهرجان مع اوليسيا اللي بتخطط تاخده للجواهر المستخبيه في المدينه علشان يقدروا يستمتعوا بوقتهم مع بعض، بس بيشوفوا مجموعه بلطجيه بيبوظوا محل، وهي مش عايزه تدخل لانها عايزه موعدها يبقى هادي، بس كيرت بيقول لهم يوقفوا ويطلبوا منهم يشرحوا ايه اللي بيحصل. هو قائدهم بيقولوا ان حواوشي اللحمه بتاع المحل زفت، فعشان كده بيعملوا خدمه للعامه بانهم يدمروه. وكيرت بيقرر يدق واحد وبيلاقيه لذيذ، بس واحد من البلطجيه بيقول له يبطل يتعامل كناقد وبيزقه بعيد. فاوليسيا بتقول لهم انه شغال في اتيليه، هم بيموتوا من الرعب لما بيسمعوا ده لانهم عارفين ان الاتيليهات مليانه نبلاء، فعشان كده بيجروا، وصاحب المحل بيشكر كيرت على مساعدته، بس بيكشف ان عظم الراجل مكسور، واوليسيا بتفتكر انه يقدر يشفيه بدواء، بس بيقرر ياخده المستشفى وبيطلع جري، فعشان كده بتكتشف ان مواعيدها باظ، والبنت اللي اسمها لونا بتبدا تعيط، فاوليسيا بتحاول تفك عنها، بس بتشوف تاجر بيبيع صبار وبتتعرف عليه كفرد من مجموعه فانتوم، فبتشتري صبار منها، والتاجره بتنوه ان في مسابقه طبخ بعد الظهر ده، والكل متوقع جارجوت يكسبها، بس بتنوه ان في فرشه حواوشي لحمه في البلده هتشارك لاول مره، ومطعم جارجوت شايفهم كتهديد، فعشان كده اجروا بلطجيه علشان يضايقوهم. فاوليسيا بتكتشف انهم بوظوا موعدها، بس بتفتكر ان كل حاجه هتبقى تمام بعد كيرت ما يرجع، بس لما بيرجع بيقول للكل ان ابو لونا هيتحجز في المستشفى لحد بكره، وبيسال اوليسيا لو يقدر يقعد علشان يساعد لونا تشتغل المحل. فاوليسيا بتكتشف ان موعدها انتهى، وبتلوم مطعم جارجوت على كل حاجه، فعشان كده عايزه تساعد لونا تكسب مسابقه الطبخ، بس بتفتكر انه مستحيل لان البلطجيه ده لقوا كل حشو اللحمه بتاعهم، فما بيقدروش يعملوا اي حواوشي تاني. اوليسيا بتقول لنا كل حاجه هتبقى تمام، وتطلب من كيرت يعلمها ازاي تعمل حواوشي لحمه باستخدام مكونات مختلفه، وبتقول لها انهم هيعملوا اي حاجه علشان يساعدوها، فبتقرر تعمل كل جهدها. واوليسيا بتسال كيرت هم محتاجين ايه، فبيقول لها تشتري صبار من غير شوك وتجيب له الفول الاحمر اللي كسبه امبارح، وبينوه انه هيحفر في الساحه، بس هي بتتثبت وتتلخبط وتقول انه محتاج ياخد اذن قبل ما يعمل كده. وبنشوف الكل بيتجمع في مسابقه الطبخ، وهناك الحكام بيدوقوا دونات جارجوت ويقولوا له انها مذهله، وفاكرين انه ممكن يكسب المسابقه، بس بنعرف انه دفع لرئيس الحكام عشان يساعده، فعشان كده هو واثق انه هينافس على المركز الاول. بس الناس بتبدا تتكلم عن الحواوشي لحمه بحشو غامق، ومفكرين انه شكله غريب، بس بيتفاجئوا من ازاي هو لذيذ. وهو جارجوت بيعرف ان ده من محل اسمه حواوشي البدر، وما بيكونش مصدق انهم لسه شغالين لان هو اجر البلطجيه عشان يتخلصوا منه. والناس بتتجمع عند المحل، وهناك كيرت بيديهم طلباتهم، وجارجوت بيشوف الزباين منتخين قريب، والحكام بيقرروا يدوقوا حواوشي اللحمه، بس بيقولوا لهم يخلي بالهم لان الحشو غامق زياده عن اللزوم، فبيفتكر ان المحل يستخدم مكونات بايظه، بس لونا فجاه بتقرب منهم، هم بيسالوها هو ليه له حشو غامق، فبتشرح انها استخدمت فول احمر حلو مسلوق ومتصفي، ورئيس الحكام بيكتشف ان ريحته حلوه قوي، فبيكتشف ان ده بسبب الصبار اللي من غير شوك، وبنعرف ان كيرت علمها ازاي تحوله لعسل، وبتشرح انها استخدمت العسل ده مع الفول الاحمر الحلو المسلوق علشان تعمل اكله حلوه، والحكام بيدوق الاكل وبيكتشف انه مثالي. هو جارجوت هو كمان بيدوق، وفجاه بيتملي بالسعاده اول ما بيكتشف انه لذيذ لابعد حد. واوليسيا بتسال الحكام عن رايهم، هم بيسالوها
بيسالوها هي ازاي عملت حواوشي اللحمه طري وهش كده، فبتقول لهم ازاي كيرت عمل، وبتكشف انهم استخدموا العين السخنه علشان يسووا الحواوشي على البخار. وجارجوت بيفتكر انه مستحيل ان مفيش عيون سخنه في المدينه، بس هي بتنوه ان كيرت حفر واحده النهارده، وبتكشف انه شغال في اتيليه. وجارجوت بيقول لهم انهم هيتعاقبوا عشان حفروا في الساحل لانهم ما اخدوش اذن تيهون، بس هي بتشرح ان ليزيد ساعدتهم ياخدوا تصريح والعين السخنه اللي حفروها هتحط تحت اداره المدينه، والكل بيفتكر انها هتبقى مزار سياحي جديد. بس جارجوت ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه، بيفكر رئيس الحكام باتفاقهم، بس بيشرح انه ما قدرش يدي المحل تقييم وحش، ويقول لجارجوت انه مش محتاج الفلوس اللي وعدوا بيها. وبيشوف البلطجيه مستخبين في زنقه وبيامرهم يدمروا المحل، بس بيكتشف ان ليزيد استخدمت الخدعه البصريه بتاعتها علشان تشتغلوا. وبيستغرب رجالته راحوا فين، فهي بتكشف انهم في السجن. واوليسيا عارفه انه بيورط طباخين لتيهون، بس عارفه كمان انه بيستخدم بواقي اكل تيهون لمطعمه، وبيخلط مواد بتسبب الادمان علشان يخلي الزبائن يرجعوا تاني. وبتنوه ان غير قانوني يعمل كده، وتشرح انهم عرفوا سره لان ليزيد اتكلمت مع الطباخين في القصر وهي متنكره في شكله. وهو بيقولوا له يستسلم، بس بيحاول يطعن ليزيد. ففرد من مجموعه فانتوم بيوقعوا اوليسيا، بتنوه انه يتقبض عليه بتهمه الخيانه. وليزيد بتقول له انها اميره، فعلشان كده بيكتشف ان خلاص كل حاجه انتهت بالنسبه له. فانتوم بياخده بعيد. وفي الليله دي تيهون بيعرف اللي حصل ومساعده، بيقول له انه طباخين ومتورطين في جرائم جارجوت، فعشان كده هم كمان اتقبض عليهم. وتيهون بينوه انه محتاجين طباخين لان ليزيد هتزورهم بكره، فمساعده بيقترح ياجروا الطباخ اللي عمل الحواوشي الحلو في مسابقه الطبخ. وتيهون بيقرر يمشي مع الحوار، بس بيستغرب هي ليزيد ليه بتزوره مؤخرا، وبيفتكر انها اكيد خلاص عارفه هو ناوي على ايه، بس بيبقى متطلع لمقابله المعلم بتاعها لانه ممكن يقدر يساعده يحقق هدف. وتاني يوم اوليسيا بتقول للكل عن خطتهم لانقاذ هيلدي، وبتكشف انها في اوضه ورا المطبخ، بس راكودو بينوه ان الباب مقفول، فلازم يلاقوا دليل انها ممسوسه محبوسه ويقنعوا تيهون يفك اسرها. وكيرت بيمشي عشان يساعد لونا في محلها، وليزيد بتظهر ورا اوليسيا، واللي بتنوه ان سيف ليزيد محتاج يتشال من غمده علشان تتحكم في خدعها البصريه، بس ما قدروش يحضروا اجتماع وهي ماسكه السيف، فلازم تصنع خدعه بصريه وتخفي وجودها. وبيشقوا طريقهم لقصر تيهون، وليزيد بتستخدم سيفها علشان تصنع خدعه بصريه، بس اوليسيا فجاه بتستلم رساله بتنوه ان كيرت اتاجر كطباخ لتيهون، فهم بيموتوا من الرعب اول ما بيكتشفوا ان خطتهم باظت لانه خلاص جوه المطبخ فعلا. وفي وقت سابق من اليوم ده بنشوف كيرت في المحل لما العساكر فجاه بيزوروه يقولوا له ان سيدهم عايز يشتري 100 حواوشي عين سخنه، ولنا بتضيف انهم عايزينه يبقى طباخ سيدهم، فبيقرر يمشي معاهم، بس بينوه انه محتاج يجهز طلب سيدهم ويقول لهم ياكلوا العينات الفري عقبال ما يستنوه يخلص. فبياكلوا الاكل بس بيتصدموا من ازاي هو لذيذ. وكيرت بيقول لهم انه جاهز يمشي، بس بيسالهم لو هو تمام. وقائدهم بيكتشف انه كان مسرح، وبينوه انه ما بقاش تعبان خلاص، بس كيرت بيفتكر ان ده طبيعي بما انه اكل حاجه حلوه. وبيرافقوا لقصر سيدهم، بس كيرت بيكتشف انه بتاع تيهون، وبيتذكر ان هيلدي محبوسه هناك. ومساعد تيهون بينوه ان سيده مع اجتماع مع الاميره، وبيقول لكيرت يقعد في المطبخ لان تيهون والاميره ممكن يعوزوا يشوفوه بعد اجتماعهم. وتيهون بيعتذر عن تصرفات جارجوت، بس ليزيد بتقول له ما تقلقش من الموضوع ده لانها عارفه انه ما بعتش جارجوت علشان ياذيها. واوليسيا بتسمع حوارهم وفرحانه ان كل حاجه ماشيه تمام، بس بتتمنى كيرت ما يعملش اي مشاكل. وبنرجع لكيرت وهو بيفكر يفتح الباب المقفول، واكوري بتساله في ايه مالك، فبيشرح ان صاحبته ممكن تكون ورا الباب بس ما قدرش يفتحه بما انه مقفول، فبتقرر تساعده وبتنقله انيا للناحيه الثانيه، بس يبقى خايف لا يدخلوا في مشكله، فعشان كده بيقول لها ترجعه، بس بتكتشف انها ما تقدرش وبيسمع صوت ست، وبيفتكر انها ممكن تكون هيلدي، فعلشان كده بيعمل مفك قفاله وبيستخدمه علشان يفتح الباب، بس بيتفاجئ لما بيشوف ست عجوزه، فبتقول له يدخل، بس بيستغرب هي مين. واكوري بتسالها لو كانت عيانه، فبتكشف ان ده حقيقي، وتقول لاكوري ان ملهاش نفس للاكل، فبتدي لها حواوشي عين سخنه، فالست بتدوق وبتنوه ان طعمه مذهل، وبتكشف انها ما بقتش قادره تدوق اي حاجه، فعلشان كده مستغربه انها لسه شايفه لذيذ. وكيرت بيكشف انها اصغر من شكلها، وهي ما بتكونش مصدقه انه قدر يفهم حالتها، وبتساله لو كان ساحر موهوب، فبيشرح انه مجرد بيعمل الشغلانات في الاتelier، بس هي عارفه انه كفء، فبتفتكر انه ممكن يقدر ينقذ هيلدي. والست بتكشف انها محبوسه تحتهم، وهو بينوه انه عارفها لانها زارت قريتهم من 10 سنين، والست تطلب منه ينقذها، بس بينوه انه محتاج اداه للحفر، وبيفكر يحول عيشه الكوريك، فالست بتتثبت وتتلخبط، وبتوريه ممر سر وتقول له انهم يقدروا يستخدموه علشان يوصلوا للبدروم. وتيهون بيبقى عايز يعين راكودو كان قبل الملك، بس بينوه ان عنده اسئله، ويقول لتيهون انه عايز يتكلم معاه لوحدهم. فليزيت المزيفه بتسيب الاوضه، بس بنشوف ان الحقيقيه هو راكودو، وبتكتشف ساعتها ان تيهون مخبي حاجه عنها، وراكودو بيساله هو عايز ايه، فبيكشف انه الشباب الابدي. وليزيت بتتفاجئ لما بتسمع ده، راكودو بيقول له انه مهتم بهدفه، فتيهون بينوه ان اتعمل التجارب علشان يطولوا عمر البشر بانهم يزرعوا خلايا الالف والشياطين جواهم، بس راكودو عارف ان التجارب فشلت وسببت اثار جانبيه مميته، فعلشان كده حظرت بالقانون الوطني. وليزيت بتكتشف ان تيهون عايز يستخدم خلايا هيلدي لتجاربه، وبتفكر تستخدم الخدعه البصريه بتاعت حرامي علشان تشتغل وتخليه يفتح الباب المقفول. وهو بيفكر راكودو يقدر يطور دواء للشباب الابدي، بس بيسال تيهون هو ناوي يستخدم الدواء على مين، وهو بيرفض يقول اي حاجه. وفجاه بيسمعوا دوشه، واوليسيا بتنوه ان في مجموعه حراميه اقتحموا المكان، فعشان كده حاولت تقاتلهم وتطردهم، بس هربوا للمطبخ، وبتنوه ان شكلهم بيدوروا على حد، فتيهون بيقول للكل يقعد هناك، وبيطلع جري للمطبخ. وليزيت بتمشي وراها وبتوجه للمنطقه السريه، بس بيكشف ان الباب اتفتح، فعشان كده بينادى على بنته فيميل، بس ليزيت بتتفاجئ لما تسمع ده لان فيميل المفروض انها ماتت، وهو بيدخل الممر السري. وليزيت بتشوف خصله شعر، فعشان كده بتستخدم مهاره حاسه الشم بتاعتها علشان تشم المنطقه، وبتكتشف ان كيرت كان هنا بس عارفه ان الشعر ده مش بتاعه. وفيميل بتقود كيرت الهيلدي اللي بتتعرف عليه في ساعتها، وفيميل بتفك اسرها، وهو بيفرح انها بالسلامه، وبيحاول يجاملها بان يقول لها انها ما اتغيرتش خالص، بس هي بتتبهدل وتتضايق لما بتسمع ده، وبتكشف
بتكتشف ان الدواء اللي اداهولها قز من نموها، وزعلانه كمان لانه ساب القريه، بس بتسمع اكوري بتناديه يا بابا، فعلشان كده بتبهدل وتتضايق اكتر وفاكره انه خلف بعد ما سابها، فهو بيقول لها عن خلفيه اكوري وهو بتصدقه في ساعتها. بس في ميل بتسالها عن دواء الشباب الابد اللي كيرت اداهولها. هيلدي بتساله لو لسه بيقدر يعمله، بس بيشرح لها انه محتاج ورد قوس قزح وده ما ظهرش من فتره طويله، وهي بتنادي في ميل باسمها. علشان كده بيكتشف انها بنت تيهون، وهي بتكتشف ان ابوها قال الكل انها ماتت لان ما كانتش عايزاهم يعرفوا بمرضها، بس كيرت ما بيكونش فاهم اللي بيحصل، فعشان كده بيحلل الحقائق وبيوصل لاستنتاجه. وفجاه تيهون بيوصل وبيبقى فرحان ان في ميل بالسلامه، بس بيسال كيرت لو كان هو الحرامي، فبيشرح له ان الحوار مش كده، ويقول له تيهون ان اللي بيعمله ده غلط. وكيرت بيفكر انه ما قدرش يستحمل يشوف في ميل وهي بتكبر، فعشان كده قال الكل انها ماتت، وهي كانت عايزه تتمرد عليه، فعلشان كده شربت دواء عشان تتحول لست عجوزه. وكيرت مؤمن انه حبس هيلدي علشان تقدر تحل محل بنته، وبيظن انه اكيد بيدور على اطفال، بس بيقول لكيرت انه فاهم كل حاجه غلط، وبيقول لتيهون يقبل في ميل بالرغم من شكلها ويفكر باللحظه اللي اتولدت فيها، وبيتذكر ان مراته ماتت علشان تولدها، فعشان كده هو مستعد يضحي بحياته علشانها. بس هيلدي فجاه بتشل حركه كيرت وبتسال في ميل لو كانت غيرت رايها، بس بتنوه ان قرارها نهائي وتقول لهيلدي تقتل ابوها، فهو بيستغرب هي تقصد ايه وبيحاول يهرب، بس ليزيد بتوقف في طريقه وبتكشف انها عارفه بموضوع متلازمه الشيخوخه بتاعت في ميل، وعارفه ان ملهاش علاج وجسم في ميل عمره ما هيرجع لطبيعته، فعشان كده حاول يوقفها من انها تعجز بان يستخدم خلايا هيلدي علشان يصنع دواء للشباب الابدي. وهو بيعترف ان ليزيد عندها حق بخصوصه، وينوه انه شغال لحساب حد بس خلاص جاب اخره، فعلشان كده بيقرر يضحي بروحه عشان يستدعي شيطان. وفجاه بتظهر دايره سحريه على الارض وبيستخدم دمه عشان يفعلها، بس الشيطان مش بيظهر، فبيستغرب ايه اللي باظ، وبينوه انه يستخدم خطوط الطاقه اللي تحتهم، بس ليزيد بتقول له ان سريان هتغير لان الاتيليه بتاعها حفر عين سخنه اول امبارح. وهيلدي فجاه بتظهر وراه وبتسال ليزيد ولسه لو كانوا اصحاب كيرت، وبتكشف انه ما انتخ في الاوضه اللي تحت، بس بتنوه انها مش عايزاه يشوف اللي على وشك يحصل، وبتجهز علشان تقتل تيهون، وبتفتكر انه خطر لانه ممكن يرسي بالحال يستدعي شيطان وده هياكل ارواح الناس الابرياء، وبتشرح ان في ميل مش عايزه ده يحصل، فعشان كده عايزاه يموت، وهو بيبقى زعلان لما بيسمع ده لانه كان مستعد يضحي بالكل لمجرد انه ينقذها. وهيلدي بتجهز علشان تعدمه، بس في ميل فجاه بتوقفها، والكل ما بيكونش مصدق انها استردت مظهرها الشاب تاني، وبتكشف ان حواوش العين السخنه بتاع كيرت شافاها، فتيهون بيتثبت ويتلخبط، بس ليزيد ولسه مش بيتفاجئوا. وفي نفس الوقت كيرت بيكشف انه قادر يتكلم تاني لان تعويذه الشلل بتاعت هيلدي بدات تروح، وبيقول لاكوري تاخد الازاز البني من شنطته، وبيكشف انه تريا شافه وهي بتساعده ياخده، ده بيخليها تعافى في ساعتها. وبنرجع لتيهون وليزيد بتنوه ان جرايمه كبيره، فعلشان كده ما قدرش يتغاضى عنها كفرد من العيله الملكيه، وفي ميل بترجاها تعاقبها هي بداله لانها السبب اللي خلاه يرتكب الجرائم، بس ليزيد بتنوه انها مش هناك كفرد من العيله الملكيه بس كفرد من الاتيليه بتاعها، فعشان كده مش هتاخد غير الاجراءات المفيده للاتيليه بتاعها، وتقول له ان ذنوبه هيتغفر لها لو بدا يدعمهم، وهو بيوافق على شرطها. وبتقول لهيلدي انها عايزه تناقش معاه حاجه، بس بتوعد تفك اسرها مع سول بعد ما يخلصوا. واوليسيا بتفتكر ان خلاص كل حاجه انتهت، بس فجاه بيظهر راجل غريب، وهيلدي بتتعرف عليه ككاتب النص، وبتستغرب هم بيعمل ايه هنا، فبيشرح لها انه هنا علشان يعدل النص بتاعه لان في حد بوظه. وتيهون بيكشف ان هو اللي اداها له هيلدي وعلمه ازاي يصطاد شيطان، والكاتب بيبقى خايف ومحبط لانه كان متوقع الشياطين تهجم على القصر علشان تنقذها، وهي بتكشف انها قالت لحلفائها ما تاذيش البشر في حال حصل لها حاجه، وهو بيكشف ان نصوصه فيها عيوب لان حتى خطته لاغتيال ليزيد اتعاد كتابتها، وبيستغرب ازاي فك اللعنه اللي حطها على فيميل. وتيهون بيتبهدل ويتضايق اول ما بيكتشف ان الكاتب كان ورا كل حاجه، وتيهون واوليسيا بيقتحموا بس حاجز الكاتب بيحميه، وبيقول لهم ان ملوش لازمه، بس اوليسيا بتنجح في انها تضر حاجز، وهو بيكتشف انها بتستخدم سيف مقدس، وبيفتكر ان خطر يقتها، فعشان كده بيقرر يستخدم كارته الرابح، وبيدلق سائل غريب على الارض، وده بيملى الاوضه بطاقه غامقه، والكاتب بيختفي في نفس الوقت اللي الكل بيكتشف ان الدائره السحريه اتفعلت خلاص، والسيد الشياطين فجاه بيظهر، واوليسيا بتستغرب هو ازاي لسه عايش، فبيشرح لها ان الشياطين كائنات روحيه واجسامهم مجرد اوعيه مؤقته، وهيلدي بتضربه في فرقعتها السحريه، وفي نفس الوقت اللي اوليسيا وليزيد بيجهزوا فيه عشان يهاجموا، بس بيجردهم من سلاحهم بكل سهوله. وهو بيكشف ان السحر هيلدي ما مشيش معاه، ويقول لهم ان السيف المقدس هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تاذيه، بس عارف انهم ما بقوش قادرين يمسكوه. وليزيد بتكتشف انه بيتسلى بيهم لانه خلصت قوته الروحيه خلال معركتهم الاخيره، فعشان كده بيحاول يقويها بان يوريهم انه كائن اعلى، وبيفتكروا انهم يقدروا يثبتوا الروح علشان يهزموه، بس بيبدا يعذبهم، وبيكتشفوا انه بيقوى وهو بيتفرج عليهم هم بيتعذبوا. وفجاه كارت بيظهر وبينوه انه ما لقاش سيد شياطين من فتره طويله، بس بيفكر ان مفيش حاجه مميزه فيه، فالشيطان بيبادر ويتضايق لما بيسمع ده، وبيستدعي كوره نار عملاقه عشان يهجم على كيرت، بس اكوري بتنقلها انيا بعيد، وهو بيرسي بيها الحال تخبط الشيطان، واوليسيا عارفه ان نقل اكوري الاني في فتره الانتظار، والشيطان بيجهز عشان يطلق كوره نار ثانيه، بس بتكتشف انه بيضعف، وبيطلق كوره النار وهي بتحاول تلغيها بان تقطعها، بس ما بيشتغلش، فعشان كده الشيطان بيفتكر انها خلاص ضاعت، بس فجاه بيمتص النيران وبتسيل عنقاء بتبدا تحرق الشيطان، فعشان كده بيكتشف انه على وشك يخسر تاني، بس بيستخدم كل قوته اللي فاضله علشان يصنع رمح بيخبط هيلدي، والكل بيقلق لما بينوه انه هياخدها معاه، بس رمحه فجاه بيتفتت وما بيكونش مصدق لان هو قوي كفايه لتدمير المثريل، فبيستغرب لو كانت محميه بالادامانتيت، بس بتوريهاش كيرت وهو بيتثبت ويلخبط ويستغرب هو كيرت مين بالظبط في الحقيقه. والشيطان بيجي له احساس غريب، وبيكتشف ان كيرت من قريه اتش، وبينوه ان الشيطان عنده حق، فعشان كده بيموت من الرعب وبيختفي وهو بيخسر قوته الروحيه. وبعد كده كيرت بيكشف ان الساده الشياطين غالبا كانوا بيهجموا على قريته،
بيته، فعشان كده طلعوا باجراءات مضاده كانت هتمسحهم. بس فجاه بيظهر ثقب اسود وهيلدي بتشرح ان مفعول دواء الكاتب راح، وبتكشف انه بيسمح للمستخدم يستدعي شيطان من غير تضحيه بشريه. بس المفعول مؤقت بس، والدائره السحريه دلوقتي بتحاول تطالب بحياه 100 شخص كدفع. واوليسيا بتحمي كيرت، بس هيلدي بتشرح انه مش هيقف لحد ما ينفذ العقد، فعشان كده الكل بيفتكر انهم خلاص ضاعوا. ومساعد تيهون فجاه بيظهروا معاه حواوشين سخنه، بس الدائره السحريه بتمتصهم كلهم والثقب الاسود بيختفي. فالكل بيستغرب اللي حصل، وبنعرف ان المساعد اتكلم مع بندانا اللي قالت له يقدم الحواوشي لانهم في الاصل كانوا بيتقدموا للالهه والشياطين كتضحيات بديله، وبيتنوه ان الشياطين هيقبلوا الحواوشي عشان يحققوا الاماني. بس المساعد بيفكر ان الحوار مسخره، لان كيرت كان يقدر يستخدمهم عشان يأمر شياطين ما لهمش اول من اخر لو كان عايز. وبعد كده تيهون بيقول للكل ان فيميل لسه عايشه، وفي نفس الوقت اللي هيلد وسول بيرجعوا في وطنهم بعد ما جاوبوا على اسئله موميكو. وبندر بتنوه انها محتاجه تخلي مواهب كيرت سر، وعارفه ان اكوري مربوطه باعز امنيه للحكيم الكبير. وتيهون بيمدح كيرت على حفر العين السخنه وبيديله لقب فارس فخري، بس بعد ما بيرجع للاتelier بتاعه بيقول للكل انه ما يستحقوش لانه شاف ان ما عملش كتير. وهوليسي بتنوه ان خطتها مشيت لان اوليسيا دلوقتي بقت بارونه في نفس الوقت اللي راكودو تعين فيه كنائب الملك لبلده الحدود. وبتضيف ان الاتelier تحت حمايه تيهون، فانه بلا الباقيين مش هيقدروا ياذوهم. وبتكشف انها عملت التجهيزات علشان كيرت يقدر يحل محل راكودو. وبنعرف ان كيرت ادى هيلدي ورده كهديه وداع، بس بتكتشف انها مصنوعه من الاوريكالكوم، وهو بيفكر ان عادي الرجاله يستخدموا الاوريكالكوم لما يعملوا هدايا للستات. وهي بتفكر في اللي قاله وعارفه انه مش حقيقي، فعشان كده بتفتكر انه لسه مش فاهم الستات، بس فرحانه انه اداها الهديه بما انهم ما لقوش بعض من اكتر من 1000 سنه. وكيرت بيتذكر ازاي اتطرد من فرقه البطل، بس فرحان لان دلوقتي معاه اصحاب بيخلوا بالهم منه. وراكودو بينوه انه محتاج يمشي للعاصمه، وبيقول لكيرت يشتغل كالمعلم البديل، بس بيتفاجئ لما بيسمع ده وبيظن انه مش كفء كفايه للمنصب ده، بس بيكتشف ان الكل مؤمن بيه، فعلشان كده بيقرر يعمل كل جهده علشانهم. وبس لحد هنا الفيديو ده بيخلص. افتكروا تعملوا لايك واشتراك في القناه، وشكرا على المشاهده، وهشوفكم المره الجايه.